السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادنا الغاليين طلبة تالتة ثانوي، إن شاء الله معانا مراجعة زي ما اتفقنا مع بعضنا إن شاء الله، وشفتوها في الإعلان اللي إحنا شيرناه. إن شاء الله هتبقى أقوى مراجعة وهنستفاد إن شاء الله كلنا منها استفادة كبيرة أوي 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 إن شاء الله. المراجعة دي أنا قلت لكم هي بتدور في محورين اتنين. المحور الأول إن أنا عامل مجموعة أسئلة، طبعا الأسئلة دي بترتيب الكتاب وترتيب فقرات الكتاب. السؤال هنشرحه وبعد كده ان شاء الله نشرح الفقره بتاعته، يعني او السؤال نقوله وبعد كده نشرح الفقره الخاصه بيه، وهكذا. هناخد الكتاب فقره 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 كده، كل طبعا درس على بعضيه، او كل فصل طبعا على بعضيه لغايه الاخر. وبعد ما اخلص كل فصل هنحل الاسئله الاسترشاديه بتاعه الوزاره بتاعته في نفس المحاضره. يبقى المحاضره عندك بتتكون من جزئين اتنين. الجزء الاول بنشرح في صوره سؤال وجواب، وبعد كده ان شاء الله نطبق عملي الاسئله الاسترشاديه بتاع الوزاره. يا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله، وتكون مراجعه مفيده طبعا للجميع. خلي بالك كده معايا، عاوزك اقعد كده قدامي، والكتاب بتاعي اللي انت بتذاكر منه، الفايل بتذاكر منه، او مذكره المستر بتذاكر منه، او كتاب الامتحان، او اي كتاب قدامك كده مفتوح قدامك، عشان ان شاء الله نمشي فقره فقره. عاوز الم لك الكتاب كله درس درس، وفي الاخر بنجمع الفصل طبعا على بعضه في صوره الاسئله. نبدا الاول ان شاء الله. الدرس الاول طبعا عندنا، او الفصل الاول، حمله الفرنسيه طبعا تنقسم الى ثلاث دروس. الدرس الاول بيتكلم طبعا حمله الفرنسيه على مصر والشام، ووضع طبعا مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه. الدرس الثاني بيتكلم عن نزول الحمله الفرنسيه. الدرس الثالث بيتكلم طبعا عن اثر الوجود الفرنسي في مصر. تعالوا نشوف كده مع بعضنا السؤال الاول. السؤال الاول بيقول ترجع طبعا محاولة طبعا لويس السادس عشر للسيطرة طبعا على مصر إلى رغبته فيه. لويس ال16 عاوز ياخد مصر ليه؟ أنا عندي أصلا الحملة الفرنسية كم محاولة بذلوها عشان طبعا ياخدوا مصر؟ نشوفهم مع بعضنا. أيام لويس الكام؟ ال14. أيام لويس ال14، وأيام لويس ال15، وأيام لويس السادس عشر، والمرة طبعا الأخيرة طبعا أيام مين؟ أيام نابليون. لويس ال14 كان هدفه ضرب التجاره الهولنديه. لويس ال15 الراجل ما كانش عاوز حرب ولا حاجه خالص. الراجل عرض على السلطان العثماني ماشي ان تتنازل طبعا الدوله العثمانيه لفرنسا عن مصر. لكن طالما المحاوله اللي بعدها جت، يبقى المحاوله دي فشلت، وكلها كانت مجرد افكار زي ما احنا عارفين. الامر الثالث ايام لويس طبعا مين؟ السادس عشر. الراجل ده طبعا كانت فكرته تسهيل تجاره فرنسا مع شرق اسيا عن طريق طبعا مصر، بدلا من الدوران حول افريقيا. عشان يلف حوالين قاره افريقيا من طريق راس الرجاء الصالح الامر طويل. فكر طبعا يجي طبعا من فرنسا طبعا مباشره عن طريق البحر المتوسط طبعا الى مصر، ثم الى بلاد الهند طبعا بعد ذلك. قبل بس ما نشوف موضوع نابليون، نرجع بقى طبعا نشوف السؤال بتاعنا. يبقى هل تفادي خطر انجلترا وحلفائها؟ طبعا مش موجود عندنا خالص. هل سرعه نقل المنتجات والبضائع مع الشرق اللي هو مع الهند؟ ممكن نخلي دي شويه. هل السيطره على طرق التجاره العالميه؟ لا، كان ساعتها طريق التجاره الاساسي كان مع انجلترا اللي هو طريق راس الرجاء الصالح، وفرنسا اصلا الموضوع ما كانش في دماغها بالمره. هل تامين تجاره فرنسا من خطر العثمانيين؟ العثمانيين ما كانش حراميه ولا كانوا قطاع طرق، اللي كانوا قطاع طرق وحراميه هم المماليك، وده كان هدف من اهداف نابليون، هنعرف طبعا دلوقتي. يبقى اذا الاجابه الصحيحه سرعه نقل طبعا المنتجات طبعا والبضائع مع الشرق اللي هم الهند، تبقى لتسهيل مرور تجاره فرنسا الى الشرق بدلا من الدوران حول طبعا افريقيا. ده السؤال الأول والفقرة طبعا الأولى. السؤال الثاني بيقول إن البحث عن المستعمرات إحدى خصوصيات أوروبا في العصر الحديث. الصراع الاستعماري بين الدول أوروبا كان صراعا. موضوع طبعا الصراع الاستعماري في أوروبا؟ نشوف الفقرة بتاعتنا قبل ما نجاوب. الصراع الاستعماري في أوروبا طبعا كلنا عارفين إن قامت الثورة طبعا في فرنسا، الثورة الفرنسية. كلنا عارفين الثورة الفرنسية طبعا قضت على النظام الملكي وعلى النظام الجمهوري. لو إن يا جماعة بنسترجع المنهج بسرعة كده، لكن مصلحتنا فعلا لازم نفتكر معلومات المنهج. طبعا أيام نابليون بونابرت كان هدفه حاجتين اتنين: تأمين تجارة فرنسا من خطر المماليك. واضح المماليك كانوا مبهدلين التجار الفرنسيين اللي رايحين من فرنسا إلى الهند. حاجة التانية تهديد مصالح انجلترا. طبعا ليه انجلترا؟ ده موضوع بقى تاني يلا نشوفه بالمره. كلنا عارفين الفقره بتاعت الثوره الفرنسيه. انا كل ده بقوله عشان اوصل لاجابه السؤال. الصراع بين فرنسا والدول الاوروبيه كان صراع
او الصراع من الدول الاوروبيه. بص يا حبيبي، الثوره الفرنسيه كلنا عارفين ثوره اجتماعيه، قام بها الطبقه طبعا العامه والطبقه طبعا الوسطى، الغلبه الاثنين ضد طبعا الطبقه العليا. نجحت هذه الثوره في اعدام لويس السادس عشر والقضاء على النظام الملكي الاقطاعي. يعني ايه اقطاعي يا مستر؟ يعني الاراضي في اوروبا ملك فئه قليله الاغنياء، ومعظم الشعوب في اوروبا، معظم الناس في اوروبا فقراء، شغالين طبعا ايه بالاجره او مستاجرين عند الناس اللي عندهم ايه الارض الكتيره ديت. ثم اقامه الايه الجمهوريه. ملوك اوروبا كلنا عارفين خشي ملوك اوروبا على عروشهم من الثوره. طبعا مبادئ الثوره الفرنسيه تدعو الى الحريه والعداله والمساواه، وده امر مش في مصلحتهم. ده فرنسا اعدموا الملك لويس السادس عشر. اذا ملوك اوروبا خافوا ان الشعوب بتاعتهم تقلد الشعب ايه الفرنسي. اذا من مصلحه ملوك اوروبا ان هم يعملوا حلف بسرعه ويتم القضاء على هذه الثوره في أسرع وقت ويمنعون تسرب مبادئها. إذا ده يعتبر صراع إيه؟ سياسي. صراع إيه؟ سياسي. ويرجعوا طبعا الملكية لفرنسا طبعا إيه؟ مرة أخرى، النظام الظالم يرجعوا لفرنسا إيه؟ مرة أخرى. عشان كده طبعا كلنا عارفين شنوا عدة حروب على فرنسا. فرنسا استطاعت أن يعني تنتصر على تلك التحالفات، وفرنسا فعلا حققت انتصار بري كبير جدا على كل دول أوروبا اللي حواليها. إلا أن فرنسا طبعا كلنا عارفين لم تستطع أن تصل إلى إيه؟ إلى إنجلترا. لم تستطع أن تصل إلى إنجلترا. طبعا إنجلترا كانت عضو كبير جدا جدا في ذلك التحالف. فطبعا حكومة فرنسا كانت ترى ضرب انجلترا في عقر دارها، لكن نابليون كان بيتعامل بواقعية، قال لا احنا مش قد الناس ديت، لان طبعا عندهم اسطول قوي جدا جدا اللي هو الاسطول ايه الانجليزي. طب يا نابليون ايه الحل لما احنا مش هنقدر نضرب انجلترا في عقر دارها؟ قال احنا نقوم يعني بتوجيه ضربة عسكرية لانجلترا خارج اراضيها زي ما احنا عارفين. نطلع بره ازاي؟ قال والله نوصل الى مصر بحملة كبيرة الى مصر، ونقدر طبعا من مصر طبعا نهدد مصالح انجلترا في الشرق. يعني هو عاوز يجي مصر ومن مصر يوصل للهند، والامبراطوريه الانجليزيه اللي في الهند يتم القضاء عليها تماما ونحل محلها طبعا امبراطوريه ايه فرنسيه. هو طبعا عاوز كده ايه بالظبط. ده الامر الاولاني. الامر الثاني تسهيل مرور التجاره الفرنسيه. من ايام لويس السادس عشر نفسهم يسهلوا مرور التجاره الى مصر، وفي نفس الوقت المماليك كانوا طبعا يعتدون على التجار الفرنسيين. اذا تجاره فرنسا كانت تتعرض لخطر طبعا مين؟ المماليك. قال لك اهو وتامينها من خطر المماليك. اذا هيبقى سلاح ذو حدين، من ناحيه هنضرب التجاره، هنضرب مصالح انجلترا في الشرق، والامر الثاني نؤمن طبعا تجاره فرنسا من خطر المماليك. وطبعا ودي فكره نابليون او راي نابليون هو اللي انتصر، وفعلا الحمله الفرنسيه طبعا ايه هتخرج من فرنسا تاتي الى مصر عشان يحققوا الهدفين الاثنين دول، تهديد مصالح انجلترا وتقود امبراطوريتها في الشرق اللي هو الهند. الامر الثاني يسهلوا مرور تجاره فرنسا الى الشرق، وذلك يعني ويأمنوها طبعا من خطر ايه المماليك طبعا زي ما احنا عارفين. وقلنا كل ده بدل ما نلف من طريق رأس الرجاء الصالح الذي يسيطر عليه الانجليز. ده السؤال الثاني. طيب نجاوب ازاي يا مستر بقى السؤال عندنا؟ هنجاوب انه ليه؟ يبقى ان البحث عن المستعمرات احدى خصوصيات العصر اوروبا في العصر الحديث، وكان الصراع الاستعماري بين الدول الاوروبيه صراع ايه؟ في صراع ديني يا مستر؟ مفيش ديني، يبقى دي ودي ما تنفعش خالص. طيب في صراع سياسي؟ قلنا الثوره الفرنسيه، اوعى تنسى، وملوك اوروبا خشوا على عروشهم. السياسي طبعا يمشي. طيب الاجتماعي ما عندناش صراع اجتماعي. طب اقتصادي؟ ايوه طبعا السيطره على طرق التجاره، انجلترا مسيطره على طريق رأس الرجاء الصالح، مش بتعدي حد خالص الا على مزاجها. فرنسا متضرره، وفرنسا في نفس الوقت طبعا متضرره من ايه خطر المماليك اللي في مصر. اذا من مصلحه فرنسا ان تسيطر على طبعا ايه مصر، وذلك لتامين طريق التجاره بتاعها الى ايه الى الشرق. وده امر اقتصادي، وده هيزود موارد طبعا ايه الخزانه الفرنسيه. وفرنسا بتحلم بالموضوع ده اصلا من ايام لويس السادس عشر، تمام، من قبل ما الراجل ده يموت وتقوم عليه ثوره. كان هدف فرنسا زي ما اتفقنا تسهيل مرور تجاره فرنسا ايه الى الشرق، لان انجلترا كانت بداية في طريق رأس الرجاء الصالح. اذا الاجابه الصحيحه سياسيا واقتصاديا. يبقى سياسي عشان موضوع الثوره الفرنسيه ومبادئها، واقتصادي عشان ايه طرق التجاره طبعا الى الشرق. طيب نتج عن القوة البحرية للإمبراطورية البريطانية في أواخر القرن ال18، يعني أيام الثورة الفرنسية. قلنا من شوية لم تستطع فرنسا ضرب انجلترا في عقر دارها. نابليون قال طبعا ان احنا ايه نشوف حل تاني، وقال الرأي اللي انا قلت عليه من شوية، وفعلا هيجي مصر. فلما جه مصر نتج عن ذلك يبقى نقل الصراع الانجليزي الفرنسي الى الشرق
هم كانوا في صراع بينهم في اوروبا عشان الثوره الفرنسيه اتنقل للشرق لان مجرد ما الحمله الفرنسيه جت مصر انجلترا جت وراها وما مشيتش زي ما انتم عارفين الا لما الحمله الفرنسيه طبعا مشيت مره اخرى، فدي اللي جابها دي تمشي. هل توقف حركه التجاره الخارجيه لفرنسا؟ لا عمرها. مفيش حد طبعا يستغنى عن التجاره الخارجيه. منع تسرب مبادئ الثوره الفرنسيه دوليا؟ لا طبعا، ده مش معنى خالص. ضرب التجاره الهولنديه؟ لا، ده كان حلم بيحلموا بيه ولم يتحقق. يبقى الاجابه الصحيحه نقل الصراع الانجليزي الفرنسي الى الشرق، ويقصد به طبعا الى الى مصر اللي هي الحمله الفرنسيه. كده نقدر نقول ان احنا خلصنا طبعا الفقره الاولى اللي بتتكلم عن محاولات فرنسا وافكار فرنسا في احتلال مصر لويس 14 15 السادس عشر، ثم ايام مين؟ نابليون بونابرت والثوره الفرنسيه. دلوقتي الحمله الفرنسيه جايه. الكتاب قال لي معلومه مهمه قوي، قال لي كده من الانصاف طبعا ان احنا طبعا نتعرف على على طبعا احوال المجتمع المصري قبل مجيء الحمله الفرنسيه. ليه يا مستر؟ قال لك عشان دي اللي مهمه بس يا شباب. اهو علينا ان نتعرف احوال المجتمع المصري قبيل مجيء الحمله الفرنسيه. ليه؟ لكي نعرف الفرق بين اوضاع المجتمع المصري والمجتمع الفرنسي. هتلاقي الوضع بيننا وبينهم مختلف تماما، ولذلك الهزيمه كان شيء طبيعي للمصريين، ودخول نابليون مصر واحتلالها كان طبعا شيء طبيعي، لان كان في فرق كبير جدا 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 وفجوه كبيره جدا 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 بيننا وبين طبعا مين؟ الحمله الفرنسيه. طيب السؤال اللي بعده هنتكلم طبعا عن احوال مصر قبل ما يجي الحمله الفرنسيه. عندنا كام جانب يا مستر؟ عد عندي الاحوال الاقتصاديه، ثم الاحوال الاجتماعيه، ثم الاحوال طبعا السياسيه. الاحوال الاقتصاديه هنتكلم في 3 حاجات. عندنا يا مستر عندنا طبعا عندنا زراعه، وعندنا صناعه، وعندنا طبعا تجاره بنوعيها زي ما احنا عارفين. تعالوا بقى نشوف السؤال الاول بيقول ايه. عندنا الملتزم ده خاص بالزراعه كما نعلم، شيخ الطائفه ده خاص بالصناعه كما نعلم. العامل المشترك بين الوظيفتين قبل مجيء الحمله الفرنسيه انهما الملتزم وشيخ الطائفه. قبل بس ما نجاوب على السؤال نقوم جايين طبعا رايحين كده بسرعه كده الى اوضاع المجتمع المصري. الحاله الاقتصاديه طبعا عد عندك في الزراعه، كلنا عارفين تماما ان العثمانيين طبقوا نظامين، عايزين نفهم بس الفرق بينهم. النظام الاول اسمه نظام حق الانتفاع، وده في ملكيه الارض، والنظام كلكم عارفينه الاراضي ملكا للدوله العثمانيه. واللي عاوزك تركز فيه ان نظام حق الانتفاع لا يساعد على الاستقرار، لان الارض مش بتاعتك، مش بتاعت مين؟ الفلاح المصري، بتاع الدوله العثمانيه. اللي يدفع ضرائب يقعدوه، ما يدفعش طبعا يمشوه. طيب الضرائب كيف كانت تجمع؟ عن طريق ما يسمى بالملتزم. الملتزم ده هو كلنا عارفين بيحصل على امتياز لجمع الضرائب، يا الوالي بيمنحه هذا الامر يعني كمكافاه ليه. يعني الملتزم ده هو اللي كان بياخد وظيفه الملتزم كان بيعتبر فرصه للتربح، وتعتبر مكافاه من الوالي العثماني طبعا في مصر، لان الملتزم ساعتها كان لا يراعي الله. اولا كان بياخد قطعه ارض تعرف باسم الوصيه المفروض نظير قيامه بجمع طبعا الضرائب، لكن ما كانش بيراعي ضميره. كلكم عارفين كان الفلاح المصري يعاني من سطوه الملتزم، يعني ظلمه. كان بيفرض اتاوات غير الضرائب المقرره زي ما احنا عارفين عشان يعوض اللي دفعه من ناحيه، وكمان يحقق طبعا فائض مالي من ناحيه ثانيه. وهذا الامر طبعا كان يجعل الفلاح لا يهتم بامر طبعا الزراعه، وده سبب من اسباب تدهور الزراعه. يبقى عاوزك تفرق بين حاجتين اتنين. في سبب ما بيخليش الفلاح يستقر اللي هو نظام حق الانتفاع، في سبب بيخلي الفلاح يهمل الزراعه اللي هو نظام الالتزام، لان الملتزم كان بياخد اكتر من حقه، وده كان بيأثر سلبي فين يا مستر؟ في الفلاح. كما ان الدوله لم تهتم بامور الري وتقويه الجسور اتقاء للفيضان ولا حفظ الامن. يعني ممكن الفلاح يزرع ويجتهد وتيجي الفيضانات طبعا تبوظ الارض. الدوله لم تقم جسور وتعلي الشواطئ كده بتاعه ترع عشان تحافظ على الاراضي. الدوله ما كانتش بتعمل كده العثمانيه. الوالي ما كانش بيهتم بالامر ده خالص، وهنعرف بعد شويه ليه. ولا حفظ الامن حتى كمان. كل دي عوامل ادت الى تدهور الزراعه. طيب إذا الملتزم يجمع ضرائب ويجمع ضرائب أضعاف مضاعفة. ده كانت حياته الأساسية، وده سبب من أسباب تدهور الزراعة. أما عن الصناعة إيه اللي هنذكرها يا مستر؟ حاجتين اتنين. الصناعة في العهد العثماني قبل ما يجي الحملة الفرنسية كانت يدوية بسيطة، وهذا دليل على انعزال مصر عن العالم. أوروبا في ذلك الوقت كان عندهم ثورة صناعية. الصناعة عندهم كانت آلية لأن كان عندهم ثورة صناعية. الصناعة في مصر كانت تسير في صورة طوائف الحرف.
طوائف حرف يا مستر يعني ايه؟ يعني كل مجموعه اصحاب حرفه ينظموا نفسهم بنفسهم، الدوله ملهاش دعوه خالص بالموضوع ده، وهذا الامر لا يشجع على ارتقاء طبعا وتقدم الصناعه زي ما حضراتكم عارفين. المهم الصناع ينتظمون في صوره طوائف تمثل همزه الوصل مع الحكومه، من حيث مهمه شيخ الطائفه يعمل ايه؟ حاجتين اتنين: يجمع الضرائب من الصناع ويوصل للدوله، والحاجه الثانيه يشرف على الانتاج، يشوف ده مثلا انتاجه كويس، ده مش كويس، يحسن الانتاج بتاع ده، يعني لو في فكره نطورها او حاجه من هذا ايه القبيل. تاني يبقى جمع الضرائب والاشراف على الانتاج، دي مهمه مين؟ طبعا شيخ الطائفه. نرجع طبعا للسؤال بتاعنا، يبقى الدور او الملتزم اهو، الملتزم وشيخ الطائفه العام مشترك بينهم، هل الاثنين همزه وصل بين الوالي والسلطان؟ ما شفناش الكلام ده. هل من اليات يعني من وسائل يا جماعه؟ هل من وسائل النظام المالي؟ ممكن. الملتزم يجمع الضرائب وشيخ الطائفة أيضا يجمع الضرائب. خلي بالك ده بيجمع طبعا أموال مضاعفة زي ما احنا عارفين، وده بيجمع طبعا الضرائب وكمان يشرف على الإنتاج. طيب مظهر للتعسف في جمع الضرائب ده ينطبق على الملتزم بس، بياخد اكتر من حقه. اسهم في النهوض باقتصاد البلاد؟ طبعا لا ده ولا طبعا ايه اكيد. اذا الاجابه الصحيحه من اليات النظام المالي المصري، يعني طبعا بيجمعوا ضرائب طبعا ايه الاثنين. طيب سؤال بصيغه ثانيه، الدور المالي الذي كان يقوم به شيخ الطائفه يشبه الدور الذي كان يقوم به؟ يبقى ايه بيجمع ضرايب، يبقى زي مين؟ الوالي ما جمعش. الملتزم ممكن. حاكم الاقليم اللي هم المماليك زي ما نعرف بعد شويه؟ لا طبعا. رئيس الديوان؟ لا طبعا مش معنا خالص. يبقى نفس السؤال اللي فات، الملتزم هو طبعا بيقوم بالدور بتاع ايه شيخ الطائفه طبعا ايه تقريبا. خش على العنصر اللي بعده، التجاره. طبعا التجاره فيها هنتكلم عن نوعين اتنين، تجاره داخليه وتجاره خارجيه. تدهورت التجارة الداخلية لمصر قبل مجيء الحملة الفرنسية لعدة أسباب، أهمها أنهم جايين نبص على التجارة في مصر طبعا قبل مجيء الحملة الفرنسية. تعالى يا حبيب، التجارة الخارجية كلنا عارفين خسرت مصر كثيرا بعد تحول التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح ودي مش هنتكلم فيها. علاقتنا كانت محدودة بدول حوض البحر المتوسط، أي كلام في المنطقة دي كده تقريبا، والسودان هنا هو طبعا في الجنوب، وكذلك الحبش المكان ده كده، وكذلك بلاد العرب واليمن. علاقتنا محدودة تمام. فالاصل كنا بنعتمد طبعا على ايه؟ اللي رايح واللي جاي، اللي رايح واللي جاي، التجاره اللي رايح واللي جاي. لكن لما لفت التجاره من راس الرجاء خسرت مصر كثيرا، وده اثر على اقتصاد مصر. اما التجاره بقى الداخليه جوه البلد، اولا ما فيش امن كلكم عارفين، نزاع بين الفرق العسكريه، الإغارات المتلاحقة للبدو. إذا البدو دول كان دورهم سلبي في مصر قبل ما يجي الحملة الفرنسية، كانوا أحد أسباب تدهور التجارة وتعطلها بسبب الإغارات بتاعتهم، شغالين إيه؟ قطاع طرق زي ما احنا ممكن إيه نقدر نسميه. عدم ثبات قيمة العملة اللي موجودة مش ثابتة، كل يوم الأسعار بتزيد فقيمتها طبعا إيه بتقل. اختلاف الموازين والمكاييل، مفيش وسيلة للتعامل بين الناس ثابتة في المكيال والميزان. وكذلك الثلاثه دول نقدر نقول يعني ايه ادوا الى تدهور التجاره الداخليه. كل ده ادى فرصه لمين بقى؟ الناس بتفهم غلط يا جماعه، هو التجاره الداخليه احنا ملناش نصيب فيها عشان الثلاثه دول، لكن في غيرنا استغل يعني فشلنا في التجاره الداخليه وسيطر هو على التجاره الداخليه، اللي هم مين؟ الاجانب. تجار الاجانب ناس منظمين من ناحيه، وامتيازات اللي طبعا التسهيلات التي منحتها لهم الدوله العثمانيه من ناحيه اخرى، ده خلاهم طبعا سيطروا على التجاره الداخليه في مصر قبل مجيء الحمله ايه الفرنسيه. حاجه كمان برضو في التجاره عشان بس نبقى عارفين، ادى الى يعني سبب ادى الى تدهورها ارسال الضرائب. مين اللي بيرسل الضرائب؟ الوالي. ماشي، ارسال الضرائب المفروضه على مصر والهدايا. الوالي عاوز يجامل السلطان ويبعت ضرائب كتير، طبعا ادى الى حدوث تدهور الاقتصاد المصري. لما يكون واحد بيتاجر ويدفع ضرائب كتير يقول لك لا انا اتاجر ليه؟ يعني اتاجر بخساره ليه؟ اقفل وخلاص. فطبعا الوالي العثماني ما كانش بيراعي يعني الضرائب على قد المشروع بتاع الانسان اللي شغال، لا كان بيفتري في جمع الضرائب، عاوز يجامل السلطان عشان طبعا يجدد له فتره حكم كمان. كل ده طبعا ايه ادى الى تدهور الاقتصاد المصري، وناس كتير طبعا اعرضوا عن مهنه ايه التجاره. ده احد اسباب طبعا تدهور التجاره الداخليه في مصر قبل ما يجي الحمله الفرنسيه. اذا هنجاوب مع بعضنا، ينفع اختلال النظام المالي؟ يعني ايه يا استاذ اختلال النظام المالي؟ ده هو ان الفلوس اللي متعامل بيها
قيمتها غير ثابته، ممكن تمشي. طيب سيطره الاجانب على التجاره؟ لا، التجاره دي السؤال ده غير ده خالص. يعني تدهور التجاره الداخليه الخاصه بنا احنا طبعا، انما الاجانب سيطروا عليها لا، ده هم مشوها زي الفل، بس في صالحهم هم مش في صالحنا احنا طبعا. الكشوف الجغرافيه ده ادى الى تدهور التجاره الخارجيه. تطبيق نظام الالتزام ده ادى الى يعني نقدر نقول تدهور الزراعه وليس التجاره الداخليه. اذا اختلال النظام المالي اللي الكتاب قال فيه يا شباب عدم ثبات قيمه العمله المتبادله. ده بالنسبه لسبب تدهور التجاره الداخليه كده. قلنا الفقره دي. خش على الفقره اللي بعدها على طول. هنتكلم عن اوضاع مصر الاجتماعيه طبعا قبل ما يجي الحمله طبعا الفرنسي. طبعا لو بصينا كده بصه سريعه، اوضاعنا الاجتماعيه بتقول المجتمع انقسم الى فئتين: فئه الحكام اللي هم الاتراك والمماليك، وفئه المحكومين كلنا عارفين المشايخ والعلماء والتجار والفلاحين وصغار الحرفيين وعامه الناس. وزي ما حضراتكم شايفين الاهم حاجه عندي المعلومه ده وقد ساءت الاحوال الاجتماعيه. اسمع ليه انتشر الجهل؟ مفيش تعليم والتخلف وسارة الخرافات، يعني حاجات كده ما تمشيش طبعا مع العقل خالص. خرافات بقى والتبرك والاولياء يعني العادات الوحشه، تحس ان مجتمع متخلف كده راجع خالص. والشعوذه والناس اللي بتعالج ومش عارف والعفاريت والحاجات يعني كده ومش مش علميه، يعني العلاج عن طريق الناس اللي هي بتقول بتعرف وما بتعرفش والكلام ده كله. يعني المهم لم يبقى من نور العلم إلا بصيص في الأزهر، يعني ما كانش فيه تعليم إلا شوية تعليم ديني بس، قرآن وحديث. أما كيمياء وفيزياء وجغرافيا ورياضة والكلام ده مفيش قبل ما جه الحملة الفرنسية. عشان كده بيقول انتشر الجهل طبعا والخرافات والشعوذة في مصر قبل ما جه الحملة الفرنسية. نرجع بقى للسؤال بتاعنا، بيقول أهم الآثار السلبية لأوضاع مصر الاجتماعية تحت الحكم العثماني. أثر سلبي اجتماعي، اسمع بقى معايا. أولا نسينا نقول موجودة الأتراك والمماليك دول عاشوا في عزلة ولهم السلطة، يعني عايشين في أماكن كده لوحدهم وماسكين البلد، إنما مش منخرطين مع الشعب خالص، ما يعرفوش عن الشعب حاجة خالص ولا مهتمين بالناس خالص، الأتراك طبعا والمماليك. فطبعا ده وضع سلبي. الأثر السلبي اللي ترتب على ذلك هل الجمود الفكري والثقافي؟ مفيش تعليم يعني؟ هل التدهور الاقتصادي؟ هل الصراعات العسكرية؟ هل الفتنة الطائفية؟ أول إجابة نستبعدها الفتنة الطائفية. هي فتنة طائفية يعني حاجة خاصة بالمسلمين والمسيحيين، لا ده ما حصلش، تمام؟ وما حصلش طبعا صراعات عسكرية. اما اثر سلبي لوضع اجتماعي هو حاجه من اتنين، يعني مفيش طبعا مالناش دعوه بالتدهور الاقتصادي. اهمال الدوله العثمانيه للزراعه والصناعه والتجاره ممكن ناخد دي. اما طبعا الاثار السلبيه للجمود الفكري، خرافات لسه قايل دلوقتي، انتشار الجهل والخرافات والشعوذه. لم يعني يكن هناك نور العلم الا شويه في الازهر بس، انما علوم حديثه ورياضه واسم سياسه وكذلك فيزياء وكيمياء والكلام ده كله مما كان في اوروبا في ذلك الوقت، لا طبعا ما نعرفش عنه اي حاجه خالص. والدليل على ذلك ان احنا قلنا من شويه ان الصناعه في مصر كانت يدويه بسيطه، اما في اوروبا فقط كانت آلية. السؤال اللي بعديه ننتقل بقى الى فقره ثانيه خالص على طبعا وضع مصر طبعا سياسيا. حمل نظام الحكم العثماني طبعا في طياته عوامل ضعفه، ويرجع ذلك الى نظام الحكم العثماني. نشوفها كده معانا مع بعضنا. نظام الحكم العثماني اهو بيقول لك العثمانيين استحدثوا ادوات التبعيه، عملوا نظام خلوا مصر دي تابعه للدوله العثمانيه، مش هنسيب الدوله العثمانيه. ازاي يا مستر؟ قسموا الحكم طبعا الى 3 ادارات. الوالي عارفينه نائب السلطان، والديوان عارفينه سلطته مراقبته الوالي وله صلاحيات عزله. بكوات المماليك دول اداره شؤون الاقاليم اللي هي المحافظات البعيد. ويسمع كتاب قال لي كل اداره كانت تراقب الاخرى، يعني كلهم هيخشوا في صراع مع بعضهم، وده في مصلحه السلطان ان مفيش اي هيئه من ال3 دول تستطيع ان تنفرد بمصر طبعا عن الدوله العثمانيه. اتفقنا؟ نظام الحكم العثماني الكتاب بيقول لي فيه معلومتين 2: حمل في طياته يعني في داخله عوامل ضعفه عشان قصر مدة حكم الوالي اللي كان بيقعد سنة أو سنتين أو 3 هيهتم بحاجة؟ لا طبعا مش هيهتم بأي إصلاحات في مصر طبعا خالص. الأمر الثاني زيادة سلطة الديوان والحامية العسكرية. ماشي؟ هو طبعا السلطان ادى دول صلاحيات ان هم ممكن يراقبوا الوالي ويعزلوه، بس المفروض لما يعني يتجرأوا على الوالي قوي تكون الدوله العثمانيه قويه وتقدر تحسم الموقف. لكن المشكله ان الدوله العثمانيه كانت ضعيفه.
طبعا عشان دول لهم سلطة كبيرة على ده، وطبعا الدولة العثمانية ضعيفة، فيعني المماليك في ذلك الوقت بدأوا يتطلعون للانفراد طبعا بحكم مصر، وظهر ذلك واضحا كلنا عارفين في حركة علي بيك الكبير. قبل بس ما نتكلم عن حركة علي بيك الكبير، احنا بنتكلم عن ايه؟ الوضع السياسي في مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه. نرجع بقى للسؤال بتاعنا. السؤال بيقول: حامل نظام الحكم العثماني في طياته عوامل ضعف، ويرجع ذلك الى: هل الصراعات المتواصله بين المماليك، ولا ضعف سلطه الحاميه العثمانيه، ولا ثورات المصريين المتكرره، ولا تعدد هيئات الحكم؟ طيب، هو كان في صراعات متواصله بالمماليك؟ الكلام ده ما حصلش. تمام؟ يعني المماليك كانوا راضيين بحكم الاقاليم. هل ضعف سلطه الحاميه؟ لا، ده سلطتها كانت كبيره، وكانوا بيراقبوا الوالي وممكن يعزلوه. المصريين ما قاموش بثورات ضد العثمانيين، مع انهم كانوا طبعا مقهورين في حاجات طبعا كتير. تعدد هيئات الحكم كانوا 3. اسمع يا باشا: الوالي والديوان والمماليك، وكل اداره كانت تراقب الاخرى. وده ادت فرصه طبعا زي ما انتم عارفين للمماليك ان يتطلعون الانفراد بحكم مصر، كما حدث طبعا في حركه علي بيك الكبير الاستقلاليه. طبعا كلنا عارفين علي بيك الكبير. بالمناسبه في الحركه الاستقلاليه طبعا بتاعته، كلنا عارفين طبعا الراجل انتهز فرصة حرب الدولة العثمانية من روسيا، ويعني قام بمحاولة الاستقلال بحكم مصر. حركة علي بيك الاستقلالية دي في القرن 18 يا شباب، اوعى ننسى. اكيد متعلمين نجيب القرن ازاي. القرن 18، وعمل 4 إجراءات أو 5. الأول إجراء سياسي، عزل الوالي العثماني. الثاني إجراء اقتصادي، امتنع عن دفع الخراج لو ضريبة الأرض الزراعية. الثالث اقتصادي، ضرب النقود باسمه. الرابع إخضاع الحجاز، وده اداله مكانة دينية اللي هي بلاد العرب، مكة والمدينة طبعا يعني. وأرسل نائبه محمد أبو الدهب طبعا لغزو الشام، ونجح في دخول دمشق. وكلنا عارفين إن حركة علي بيك الكبير فشلت، لأن قائده محمد أبو الدهب انحاز بجانب السلطان العثماني ضد علي بيك الكبير. مصر عانت ولاية عثمانية، لكن حاكم مملوكي اللي هو محمد أبو الدهب. وبعد موت أبو الدهب كلنا عارفين حدث صراعات متواصلة بين المماليك، ما حافظوش على مصر. يعني الفرصة جات لكم ان كنتوا ترجعوا مصر لكم تاني، لكن بمجرد ما محمد ابو الدهب مات طبعا وقع الصراع طبعا بين المماليك. ولما طبعا وقع الصراع بالمماليك ادى ذلك الى تدهور اقتصاد البلاد، بالذات تقلص التجارة الخارجية. التجارة الخارجية تحمل امرين: الامر الاول حاجة اسمها صادرات، مش عارفين نبيع بره، وواردات، ولا عارفين نشتري من بره. وفي نفس الوقت ان قوه المماليك طبعا استهلكت في نزاعاتهم الداخليه، ولم يهتموا بتحصين حدود البلاد. يعني لا بيحصنوا دمياط ولا رشيد كمدن ساحليه ولا الاسكندريه. وشيء طبيعي اتفاجئوا طبعا بنزول مين؟ الحمله الفرنسيه. وعندما جاءت الحمله الفرنسيه كانت مصر تحت حكم ثنائي مملوكي، ابراهيم بيك ومراد بيك طبعا زي ما احنا زي ما احنا عارفين. نرجع للسؤال بتاعنا تاني. يبقى في الفقرة اللي هي بتاعت علي بيك الكبير ونتائجها وعودة مصر لحكم الدولة العثمانية تحت محمد أبو الدهب، يعني أو قيادة محمد أبو الدهب. لما مات محمد أبو الدهب طبعا حدث صراع، أو ما آسف ما نقدرش نقول حدث صراع، حدث صراع بين المماليك انتهى بتقلص التجارة الخارجية سواء صادرات أو واردات. فطبعا بيقول لي أدى اضطراب الأوضاع السياسية في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية إلى: هل تحول التجارة إلى رأس الرجاء؟ ملوش علاقة خالص. هل زيادة الواردات؟ لا بالعكس، ده قلت الواردات. هل تقلص يعني قلة واردات وصادرات مصر؟ ممكن. اختلاف الموازين والمكاييل؟ لا، ده موضوع موجود من زمان، وده كان احد اسباب تدهور التجاره الخارجيه والداخليه طبعا في مصر قبل ما جه الحمله الفرنسيه. يبقى الاجابه بتاعتنا تقلص واردات مصر وصادراتها اللي هي التجاره الخارجيه. ده كان عن الدرس الاول اللي هو احوال مصر قبل ما جه الحمله الفرنسيه. ماشي يا شباب، خش يلا على الدرس الثاني، نزول الحمله طبعا مصر طبعا زي ما احنا عارفين. نابليون هو جاي أعلن نابليون سياسات المصريين في منشور، ووزعه قبل نزول الحملة إلى الإسكندرية معتمدا في مجمله على، يعني مجمل المنشور نابليون هو جاي. هل ترغيب وترهيب؟ هل اللعب على الوازع الديني؟ هل التهديد والقمع؟ ولا مجاملة الدولة العثمانية؟ أنا اتفقنا إن إحنا بنسترجع الكتاب يا شباب كده بسرعة، نشوفها كده مع بعضنا. نشوفها كده مع بعضنا.
اولا نابليون في المنشور بتاعه طبعا رأى ان خير وسيله طبعا لتوطيد سيطرته في مصر الكلام ده كله، يعني حاول يجامل الدوله العثمانيه ويجتذب المصريين اليه، وقال لهم انا جاي اخلصكم من المماليك الذين يستنزفون ثروات البلاد ويظلمون اهلها، وحاول يقنع المصريين ان انا جاي ايه يعني اساعدكم في انشاء حكومه اهليه، يعني هنعمل انتخابات وانتوا تحكموا البلد وعادي تكونوا تحت طبعا ظل الدوله العثمانيه كدوله خلافه. كل ده قالوا. اذا ده اسلوب ترغيب، لكن في نفس الوقت يا باشا الا ان نابليون في نفس الوقت الكتاب بيقول لي هوت الا انه في نفس الوقت هدد بحرق القرى والمناطق التي تحاول التعارض بالقوات الفرنسيه. اتفقنا؟ المنشور ده هو معلومه اثرائيه يعني ما لناش دعوه بيه المفروض يعني. والحمله الفرنسيه طبعا نزلت الاسكندريه طبعا، وزي ما اتفقنا نابليون نزل الاسكندريه واستولى عليها، في حين كان المماليك مشغولون بصراعاتهم الداخليه زي ما قلنا ايه من شويه، وقوتهم كانت قد استهلكت في صراعاتهم الداخليه ولم يهتموا بتحصين حدود البلاد ضد اي اخطار. كفايه بس ان الكتاب يقول لي ايه وفوجئ طبعا وفوجئ بهذا النبأ حكام طبعا المماليك، ونابليون كده طبعا زي ما انتم عارفين دخل مدينه ايه الاسكندريه. نرجع بقى لسؤالنا تاني، يبقى السؤال بتاعنا مجمله في ترغيب وترهيب تمشي معقول يعني. نابليون قال لهم جاي اخلصكم من ظلم المماليك، جاي اجامل الدوله العثمانيه، جاي يا مصريين اساعدكم في انشاء حكومه اهليه، ترغيب. لكن في نفس الوقت هدد باحراق القرى لا يعترض خط سير القوات الفرنسيه، هو حر بقى، ونابليون توعد له بالايه يعني بالهلاك. انما كله تهديد وقمع لا طبعا. البعد عن اللعب على الوازع الديني لا طبعا، ده في المنشور واحنا مش مطالبين بيه عشان ايه نبقى صراحه كده، الا لو عباره جات لك كده وقال لك من منشور نابليون انا بعبد الله واحب ربنا واكثر من المماليك ايمانا بالله، لو جات لك انت مطالب به. انما خارج المنشور لا، ما قالش الوازع الديني طبعا ايه خالص. وطبعا هل كله مجامله الدوله العثمانيه؟ لا طبعا، هو في جزء منه مجامله الدوله العثمانيه، لكن مش كل المنشور طبعا مجامله الدوله ايه العثمانيه. ده بالنسبه ايه الحمله الفرنسيه كده نزلت مدينه ايه الاسكندريه. طبعا كلنا عارفين الحمله الفرنسيه دخلت مدينه الاسكندريه، والمصور المقاومه سريعا بفكركم كده بقى بسرعه محمد كريم، وظل يقاوم الحمله طبعا حتى يعني اعدم رميا بالرصاص. وبعد كده تقدم الفرنسيون الى مكان يسمى طبعا في البحيره شبرخيت، وبعد شبرخيت تقدموا الى امبابه، ونفس اللي حصل في شبرخيت حصل في امبابه. القوات الفرنسيه بقياده نابليون هزمت المماليك بقياده مين؟ مراد. الا ان معركه امبابه كان فيها طبعا ابراهيم اخو مراد، وبعد معركه امبابه هرب مراد الى الصعيد، وهرب ابراهيم ومعه الوالي العثماني الى بلاد الشام، ودخل نابليون القاهره. الكتاب بيقول لك كده اهوت بعد ان خلت من اي قوه للدفاع ايه عنها. وبيقول لك دوت وبعد كمان دخول نابليون خلي بالك من دي، القاهره ارسل قواته الى باقي انحاء مصر، الى باقي انحاء ايه مصر، وذلك طبعا للسيطره ايه عليه. يعني هو لما على فكره يعني دخل القاهره ما عادش ساكت، لا ده راح الناحيه دي يكمل كمان، وذلك للسيطره على مصر واحكام السيطره طبعا على البلاد، حتى يروح الصعيد كمان هنعرف إيه بعد شويه حالا ان شاء الله. السؤال بتاعنا بقى بيقول واجهت الحمله الفرنسيه مقاومه داخليه وخارجيه اثناء طيب ثوره القاهره الاولى لسه ما قلناهاش، والصعيد لسه ما قلناهاش، واسكندريه طبعا كان فيها مقاومه داخليه بس ماشي، ومقاومه المماليك في شبرخيت هي برضه تعتبر مقاومه داخليه بس. اذا محتاجين نكمل حته ايه شرح عشان نقدر نجاوب ايه السؤال. في موقعة ابي قير البحريه كلنا عارفينها، الاسطول الانجليزي اللي كان جاي متعقب الاسطول الفرنسي يعني وجده في ابي قير، واغرق الاسطول الانجليزي الاسطول الفرنسي بكامله في ابي قير. وترتب على ذلك اهم نقطه تحفظها لي كويس قوي قوي، مش القضاء على امال فرنسا، لا الحته دي اهم منها كمان، حرمان الحمله من اي امدادات. وطالما حرمت الحمله من اي امدادات فعلا فامال فرنسا دي الترتيب الصح كده، امال فرنسا في وجودها في مصر والوصول الى مستعمرات انجلترا في الهند اللي كانت جايه من اجله، انسى الموضوع طبعا خالص. احنا بنعتبر عشان تبقى عارف الاساس في فشل الحمله الفرنسيه في مصر وطردها من مصر ولم تستطع تحقيق هدفها هي موقعة ابي قير ايه البحريه. وبعد كده يا جماعه راح طبعا ايه نابليون الصعيد. ليه كان في مشكله مع مين؟
مع مراد. مراد لما راح الصعيد كلنا عارفين كان ذلك خطر على الملاحة، يعني حركة السفن في النيل بدأ مراد يوقفها. اوعى تنسى ده نابليون محاصر، الاسطول الانجليزي يحاصر الشاطئ في البحر المتوسط، وانت كمان يا مراد جاي في الصعيد تمنع وصول السفن الى القاهرة. فطبعا نابليون عرض عليه، قال له خد حكم الصعيد تحت الاشراف الفرنسيين، يعني خد حكم الصعيد واديني مثلا كل سنه مبلغ من الضرائب كده ايه يعتبر خراج عن الارض اللي في الصعيد. الا ان مراد طبعا رفض كما نعلم. ودارت المعارك وانتصر نابليون طبعا على مين؟ على مراد. لكن روح المقاومه في الصعيد اشتعلت بقى، والمصريين قال لك هو المماليك اللي دافعوا عننا واحنا نقعد ساكتين، وقامت روح المقاومه مشتعله في الصعيد طبعا. واستمرت 10 شهور وانهكت قوه الفرنسيين كما نعلم. انهكت قوه ايه؟ الفرنسيين كما نعلم. وفشل نابليون في اخضاع الصعيد اخضاعا تاما لاسباب كلكم عارفين. طول الوادي، وده سبب جغرافي، الوادي طويل، ارض الصعيد عامله زي الشريط كده ايه زراعي في وسط جبل، فنابليون يخاف ينزل الصعيد لان الجبال حواليه والصحراء حواليه من كل ناحيه، ممكن يستخبى فيها طبعا مين؟ المماليك او اهل طبعا ايه الصعيد. الحاجه الثانيه كان في تعاون بين قوات المماليك واهل الصعيد، تمام. الحاجه الثالثه في ناس جم من الجزيره العربيه وانضموا للمقاومه، انضموا الى المقاومه، عبروا البحر الاحمر وجم عشان ايه؟ يقاوموا الحمله الفرنسيه. وكذلك اتباع اهالي الصعيد حرب المناوشات. طبعا عارفين حرب المناوشات دي حرب غير منظمه، لا يستطيع طبعا نابليون او الفرنسيين طبعا يكملوا فيها. يعني ايه مناوشات؟ يعني نهجم عليهم ونجري ونستخبى في الجبال، نستخبى في الاراضي الزراعيه. هذه طبعا اساليب لا يستطيع الفرنسيين طبعا ايه يعني، او ما تدربوش عليها طبعا ايه قبل كده. وعشان كده يعني ايه بنقول مقاومه الصعيد طبعا كانت متعبه جدا 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 للحمله ايه الفرنسيه. اما عن ثوره القاهره الاولى بقى نقولها عشان نرجع نجاوب السؤال طبعا بتاعنا. قاد الازهر الثوره، احفظ الكلمه دي كويس. الازهر الشريف هو اللي كان له دور كبير في تحريك ثوره القاهره ايه الاولى وانتقالها كمان الى الاقاليم المجاوره. وهذا دليل على ان كان في طلبه كتير، او الازهر كان له فروع في الاقاليم. وصلت الرساله دي تاني؟ يعني انتشار الثوره في الاقاليم يدل على ان الازهر كان له دور كبير جدا في الاقاليم، وكان التعليم الازهري منتشر طبعا فين؟ في الاقاليم. طيب، وكلكم عارفين نابليون لما لقى الثوره انتشر في الاقاليم بدا يعمل حاجات بقى، اسلوب قمعي وارهاب، وكذلك اعدام الكثير من الثائرين، واقتحام الازهر، الجامع الازهر بخيولهم. كل طبعا جاب نتيجه عكسيه طبعا الحمله ايه الفرنسيه، جاب نتيجه عكسيه على الحمله الفرنسيه طبعا، لانه اثار الشعور الديني. المصريين بدا يعني يخش في ذهنهم الحمله الفرنسيه دي حمله صليبيه زي اللي خدناها طبعا في سنه ثانيه سنه وكده في العصور ايه الوسطى، ويجب الجهاد ضدها والحرب ضدهم والكلام ده كله يعني. فنابليون كان مخطئ طبعا في هذا ايه في هذا الامر. نرجع لموضوعنا تاني، السؤال طبعا بتاعنا بيقول السؤال عاوزين مقاومة داخلية وخارجية. ثورة القاهرة الأولى كلها كانت مقاومة داخلية، صح؟ مقاومة أهل طبعا أهل اسكندرية كانت مقاومة داخلية. مقاومة الصعيد هم داخلية. خارجية أيوة طبعا. لما قلنا طبعا إيه انضمام خلاص أو مجيء يعني مجموعة من شبه الجزيرة العربية عبروا البحر الأحمر وانضموا إلى المقاومة في الصعيد، وده يعتبر تضامن عربي زي ما حضراتكم عارفين كده. ده الصورة الأولى للتضامن العربي يعني ما بين المصريين والدول العربية. أول ناس ساعدونا جم من شبه الجزيرة العربية طبعا، كان يعني في الصعيد، وذلك لمقاومة الحملة إيه الفرنسية. أما المماليك طبعا يعتبر مقاومة إيه داخلية. إذا الإجابة طبعا إيه؟ الإجابة طبعا جيم يا جماعة. طيب السؤال اللي بعديه بيقول ظهر التضامن بين المماليك والمصريين ضد الحملة الفرنسية، يبقى أثناء إيه؟ في اسكندرية كنا لوحدنا كمصريين، صح؟ مقاومة شبرا خيط كانوا هم لوحدهم المماليك. الصعيد لسه قايلين دلوقتي، لسه قايلين خلاص وجود تعاون بين المماليك وأهل الصعيد. خروج الحملة الفرنسية معلومة لسه جاية بعد شوية، لكن طبعا المصريين ما كانش لهم دعوة بخروج الحملة إيه الفرنسية. اتفقنا يا شباب؟ طيب نروح بقى على ايه فقره جديده خالص، وهي طبعا نابليون بونابرت كان في مصر، صح؟ فجاه خد قرار هيطلع الى بلاد الشام، حمله نابليون على الشام. ليه يا مستر؟ تعالى بقى كلنا عارفينها. نابليون لما لقى ان الدوله العثمانيه هترسل حملتين اتنين، واحده من بلاد الشام واحده من البحر المتوسط، قرر الخروج طبعا من مصر في حمله طبعا الى بلاد الشام. نقولها الفقره دي كده بالمره. يبقى التحالف ايه يا مستر؟ اسمه كده العثماني الانجليزي الروسي.
طبعا كلنا عارفين تركيا في المكان ده كده اللي هي الدولة العثمانية تيقنت تماما يعني انها مش قادرة لوحدها انها تخرج طبعا الحملة الفرنسية من مصر، راحت اتفقت مع انجلترا وروسيا، احنا عاوز اعمل كذا كذا، ايدوها الاثنين طبعا. وهنا طبعا نلاحظ العلاقة بين روسيا والدولة العثمانية بدأت يعني شوية كده وشوية كده بالتناقض في القرن الكام يا مستر؟ القرن ال 18. احنا قايلين من شوية ان حركة علي بيك الكبير كان سببها حرب الدولة العثمانية مع روسيا. دلوقتي يا مستر لسه في القرن ال 18 تاني في 1799 ان اكبر دولة ايدت طبعا الدولة العثمانية في طرد الفرنسيين كانت مين؟ كانت روسيا. وعشان كده تركيا ترسل حملتين، واحدة هتيجي من بلاد الشام والتانية طبعا هتيجي من البحر المتوسط. نابليون طبعا رفض ان ينتظر في مصر، قرر الخروج بحملة الى بلاد الشام زي ما احنا عارفين، وراح الى بلاد الشام عشان ما العثمانيين ما يحاصروش في مصر. وطبعا وفشل في دخول طبعا عكا المكان دهوت، كنا عارفين حصانتها واستبسال اهلها في الدفاع عنها بقيادة احمد باشا الجزار، والانجليز طبعا كانوا يساعدونهم. اذا اهل عكا استفادوا من هزيمه الاسطول الفرنسي في ابي قير. ليه يا مستر؟ لان الاسطول الفرنسي لما اتهزم في ابي قير في اسكندريه اصبح الاسطول الانجليزي يحاصر الشواطئ المصريه، ومش يدور نابليون اي مدينه نابليون يحاصرها زي العريش او غزه او يافا هو يحاصرها من البر، هم يساعدوهم من البحر. زي عكا بالظبط، نابليون كان محاصرها من البر كده اهوت، لكن الانجليز كانوا يساعدونهم من جهه البحر، وده سبب من اسباب فشل نابليون طبعا في الاستيلاء طبعا على مدينه عكا. وعشان كده قرر نابليون العوده الى القاهره، ويدوب وصل القاهره هنا علم بنبأ وصول الاسطول الثاني، الحمله البحريه جت اسكندريه، فالتقى طبعا بهم نابليون كما نعلم في مكان يسمى ابي قير، وهزمهم في يوليو 1799 زي ما احنا عارفين. اذا احنا عندنا اتنين ابي قير، ابي قير البحريه اسطول فرنسي وانجليزي، اتغرى فيها الاسطول الفرنسي وحاصرت انجلترا الشواطئ المصريه، تمام، وترتب عليها اثار وحشه جدا جدا الحمله الفرنسيه. اما ابي قير بس، ساعات كتب يقول لك ابي قير البريه، ماشي، ابي قير بس في 1799 دي ما بين القوات العثمانيه وقوات نابليون، وهزمهم نابليون، وبعدها كما نعلم قرر نابليون العوده الى فرنسا سرا كما نعلم. ليه؟ لان حكومه فرنسا كانت تواجه بعض المتاعب يعني المشاكل مع النمسا حلفائها، موضوع الثوره الفرنسيه والنظام الملكي ومبادئه رجع تاني مشاكل في اوروبا، فالاداره في فرنسا استدعت نابليون بسرعه سيب اللي في ايدك وتعالى لنا، وفعلا ورجع وترك الحمله لنائبه كليبر. نرجع للسؤال بتاعنا بقى تاني، السؤال بيقول نجح اهالي عكا في مقاومه الحمله الفرنسيه 1799 بفضل عده اسباب، اهمها الاستفاده من التنافس الانجليزي الفرنسي، يعني نابليون اللي محاصر الدول الفرنسي، الانجليز ساعدوهم تمشي، ايوه طبعا، ايوه مساعده الانجليز لهم من جهه البحر. طيب انضمام زعماء المماليك؟ لا ما راحوش خالص المماليك. اتباع اهل عكا حرب المناوشات؟ لا، المناوشات ده عندنا احنا بس في الصعيد، تمام. قرب عكا من مقر الخلافه العثمانيه ساعدوهم؟ لا طبعا الكلام ده طبعا ما حصلش خالص. اذا الاجابه طبعا ان اهل عكا استفادوا طبعا من مساعده الانجليز لهم، والانجليز لما ساعدوا اهل عكا مش حبا فيهم، لا لا، ده كرها طبعا في نابليون اللي هو طبعا حاصرهم. وكده نابليون طبعا رجع الى فرنسا، وتولى طبعا الحمله طبعا نائبه مين؟ كليبر زي ما احنا عارفين. السؤال اللي بعديه، ظهر التضامن العربي للمره الثانيه اثناء وجود الحمله الفرنسيه في مصر خلال الاحداث عندنا ثوره القاهره الثانيه والاولى. احنا شرحنا ده وشرحنا ده وشرحنا طبعا لسه ما شرحناش دي. تعالوا بقى نشوف موضوع ثوره القاهره الثانيه. اولا كلنا متفقين ان هذا الرجل كليبر كان يرى استحاله بقاء الحمله في مصر، وعارفين العدد الحمله بيقل، حروب كتير، شبرخيت ومبابه وحرب الصعيد وحمله الشام، العدد قليل، والدوله العثمانيه طبعا يعني مواصله حملاتها، تبعت حملات ضد الحمله في مصر، وتجدد مقاومه المماليك وثورات المصريين. الظروف وحشه جدا. الراجل ده شاف ان انا لو مشيت بالعدد اللي معايا انا كسبان، لان القعده في مصر هتخسرني اعداد اكتر واكتر طبعا من جنود الحمله الفرنسيه. راح للسلطان وعرض عليه نمشي، وافق السلطان، وزي ما انتم عارفين قعدوا الاثنين في مكان سمى طبعا العريش، وعملوا اتفاقيه العريش. وهذه الاتفاقيه نصت على خروج الحمله الفرنسيه، خروج الحمله الفرنسيه من مصر على نفقه الدوله العثمانيه.
يعني احنا ما عندناش اسطول ولا سفن، هنمشي على حسابكم انتوا. وافق طبعا السلطان على ذلك. اذا اتفاقيه العريش ما بين الدوله العثمانيه وكليبر او الدوله العثمانيه وفرنسا، حاضرها وشاهدها قائد الاسطول الانجليزي طبعا في البحر المتوسط، نيلسون يعني، وكان موافق على كده. الا ان الخبر لما راح لندن، حكومه انجلترا بعتت بسرعه الى قائد الاسطول الانجليزي قالوا اوعى تقبل الاتفاقيه ديت، واشترط على العثمانيين اشترط على الفرنسيين الاستسلام. قول لي كليبر كده ان حكومه انجلترا بتقول لك لا، عاوز تمشي تسلم نفسك جنودك بسلاحك واحنا اللي نرجعك. مين؟ طبعا فرنسا. رفض كليبر وما كانش قدامه حد ينتقم منه غير مين؟ العثمانيين، وكلكم عارفين، وطردهم الى بلاد الشام. وهو في بلاد الشام تعبانين وقرفانين، المصريين انتهزوا طبعا معاناه ومتاعب الحمله الفرنسيه وقاموا جايين قاموا بثوره وهاجموا معسكرات الفرنسيين، بيسموها ثوره القاهره الثانيه. كليبر اتعامل معاها بوسيلتين اتنين. الوسيله الاولى في القاهره والوجه البحري يا شباب اتعامل معاها بالقوه، اهو قوات الفرنسيه اخماد الثوره في القاهره والوجه البحري في القوه. اما في الصعيد طبعا عرض يعني على مراد بيك اخماد الثوره في الصعيد مقابل ان يحكم مراد بيك الصعيد. مراد وافق. وهنا طبعا تناقض في موقف مراد، وكلكم عارفينه ان هو ايام كليبر رفض التسليم، ايام نابليون اسف رفض التسليم، اما ايام كليبر وافق انه طبعا يكون تحت حكم طبعا الفرنسيين طبعا فين؟ في الصعيد. ماشي. واخمد الثوره طبعا في الصعيد. وفي تلك الظروف قتل كليبر على يد طبعا شاب سوري كان يدعى سليمان حلبي طبعا، وكان احد طلاب الازهر وكان يدرس في مصر. وقتل كليبر ليتولى مين طبعا قياده مين؟ حمله طبعا الفرنسيه طبعا زي ما احنا عارفين. نرجع لسؤالنا. يبقى ظهر التضامن العربي للمره الثانيه. احنا طبعا قلنا دي ما كانش فيها تضامن عربي، دي فيها تضامن عربي لكن كان المره الاولى. دي ما فيهاش تضامن عربي. اذا ثوره القاهره الثانيه اللي هو طبعا موضوع ان سليمان الحلبي احد طلاب الازهر شريف في مصر هو الذي قتل طبعا كليبر. ده التضامن العربي ظهر للمره الثانيه طبعا ضد مين؟ الحمله الفرنسيه. تمام. طيب ايه رايك في السؤال ده؟ يوجد ارتباط بين اتجاه كليبر للتفاوض مع الدوله العثمانيه ونتائج. ايه اللي خلى كليبر يعني تقريبا كده راح للدوله العثمانيه وعرض عليهم التفاوض في ما يسمى معاهده العريش اللي احنا قلناه من شويه؟ هل موقعة ابي قير البحريه؟ هل مقتل الحاكم الفرنسي بالقاهره اللي هو طبعا اثناء ثوره القاهره الاولى نابليون بقى كليبر خاف ويروح بقى يتفاوض مع الحمله مع الدوله العثمانيه عشان يمشي، ولا ثوره القاهره الثانيه، ولا معركتي امبابه وشبرا خيط؟ يوجد ارتباط يا جماعه، يعني سبب. ارتباط يعني ايه سبب؟ يبقى ايه اللي خلى كليبر التفاوض مع الدوله العثمانيه؟ 3 اسباب. تناقص العدد، هو عدد الحمله الفرنسيه بيقل. طب احنا مش عارفين نعوضه. ليه؟ الشواطئ المصريه محاصره من قبل الاسطول الانجليزي، مش عارفين نجيب ولا نعوض من فرنسا. اذا دي تمشي كاجابه. يعني اذا لو ما فيش موقعة ابي قير البحريه ولا هزيمه الاسطول الفرنسي كان ممكن عدد الحمله الفرنسيه زاد، واولا الاسطول الفرنسي ما كانش هيغرق وعدد الجنود ما كانش طبعا هيقل خالص والكلام ده خالص. وبالعكس الاسطول موجود، ولو عايزنا هنجيب من فرنسا دواء وسلاح واكل وشرب وكل اللي احنا عاوزينه. فيعني نقدر نقول ده سبب من الاسباب اللي خلت كليبر اتجه للسلطان وعمل معاه اتفاقيه العريش. تناقص العدد وعدم طبعا تمكن نابليون من تعويض طبعا النقص في هذا العدد بسبب محاصره الانجليز الشواطئ المصريه. اتفقنا؟ في الاخر بقى كنت عاوز بس اقول الفقره ديت عشان اجاوب السؤال اللي جاي. طبعا مينو لما تولى يعني قياده الحمله كان ينوي الاقامه في مصر عكس كليبر. كليبر كان من انصار الرحيل وكان يرى استحاله بقاء الحمله في مصر، اما ده كان ينوي الاقامه. وضع خطه اصلاحيه بصراحه، يعني كان طيب كده الراجل ده، وناوي بقى يصلح الزراعه والصناعه والتجاره والصحه والقضاء حاجات كتير، لكن هو طبعا كان يعتبر ساذج. ليه؟ يعني انت عمال تحط برنامج الاصلاح في مصر والانجليز والدوله العثمانيه غير راضيه عن بقائها في مصر، كما ان المصريين اصلا نفسهم مش عاوزينك، وكمان عدو لك اسمه المماليك. في الاخر حدث تحالف. انجلترا ارسلت اسطول الى ابي قير 1801 وانضم اليه جيش عثماني زي ما انتم عارفين، وانضم اليهم بعض زعماء المماليك، ودول طبعا نجحوا في دخول القاهره. فما كان من مينو طبعا الا استسلم وغادرت الحمله اوائل القرن كام؟ ال19. اوائل القرن ال19. تمام. طيب ناخد سؤال.
بيقول لك جميع الأطراف التالية كان موقفها متباين يعني مختلف تجاه الحملة الفرنسية باستثناء مين اللي كان موقفه ثابت من أول ما نابليون جه لغاية ما مينو مشي. هو قصده كده يعني في ناس كانت موقفها متباينة، يعني مرة مع الفرنسيين ومرة ضد الفرنسيين. لما تحسب السلطان ثابت ولا متباين؟ السلطان مرة حارب الدولة العثمانية وبعت حملتين، صح؟ حملتين، واحدة من الشام وواحدة طبعا من جهة الإسكندرية، وكده كده من الأول غير راضي عن وجود الدولة، غير راضي طبعا عن وجود الحملة الفرنسية في مصر. لكن في يوم من الأيام صالحهم وعمل اتفاقية العريش. تمام؟ طيب المماليك طبعا لسه قايلين من شوية حاربوه في شبرخيت ومبابة والصعيد، ومراد رفض يدي نابليون حكم الصعيد، لكن ايام كليبر وافق وصالحه ومشي معاه. اذا ده برضه يعتبر متباين وده متباين. دول موقفهم ضربوهم في ابي قير البحري وساعدوا اهل عكا ضدهم، تمام، ورفضوا اتفاقيه العريش، قالوا ما يطلعوش الا اسر حرب. وكمان في 1801 ارسلت انجلترا اسطول الى ابي قير واستسلم مينو ومشوهم طبعا الى لفرنسا. دول اعداء. طب ودول المصريين قاموا ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية، لكن هنشوف بعد الدرس اللي جاي هيخش في الدواوين، وده يعتبر شيء من المسالمة للفرنسيين، شيء مننا ان احنا بنمشي حالنا شوية مع مين؟ مع الفرنسيين، ان احنا نقبل ان احنا نخش طبعا الدواوين. اذا اللي موقفه ثابت طبعا تجاه الحملة الفرنسية من اول ما جت لغاية ما مشيت وما اتغيرش هم الانجليز، كانوا اعداء لهم من الاول لغايه الاخر. اما ده شويه حاربهم وشويه صالحهم، دول شويه يقولوا لا لنابليون وشويه لكليبر احنا تحت امر في حكم الصعيد. المصريين شويه نقوم بثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه، وشويه طبعا نخش في الدواوين طبعا مع نابليون اللي هنبدا فيها دلوقتي. ماشي؟ طيب ده بالنسبه للدرس طبعا الثاني. يبقى كده الحمله الفرنسيه مشيت. الدرس الثالث طبعا كلكم عارفين بيتكلم عن اثر الوجود الفرنسي في مصر. الوجود الفرنسي طبعا في مصر، الحمله الفرنسيه قعدت 3 سنين كلكم عارفين، من 1700 طبعا 98 حتى 1800 طبعا 3 سنين كان في اثار سياسيه، في اثار اقتصاديه، في اثار اجتماعيه خاصه بالقضاء طبعا، وفي طبعا اثار علميه اللي المجمع طبعا العلم. تعالوا نشوف مع بعضنا كده. الأمر الأولاني بيقول ركزت الحملة الفرنسية على الجانب الاجتماعي في مصر طبعا من خلال إنشاء، طبعا عندي حاجة اسمها الديوان العام، وعندي حاجة اسمها ديوان القاهرة والمجمع العلمي وتحديد رسوم التقاضي. فمعلش كده هنقول لكم كده حاجة سريعة، نحاول إن احنا نفكركم بهذه الجزئية. الآثار السياسية الحملة الفرنسية كلنا عارفين آثار سياسية اللي طبعا خاصة بدواوين الحكم. نذاكر فيها يا مستر، هم معلومتين 2 بس. نابليون بونابرت يا جماعة لما عمل هذه الدواوين أولا كانت كلها مقيدة بمصالح الفرنسيين، ركز معايا، كلها بمصالح الفرنسيين. الحاجة الثانية نابليون كان يريد من خلال تلك الدواوين اللي هو طبعا التعرف على ما يدور في أذهان صفوة المصريين، كان بيدخل الأعيان في الدواوين 3 اللي قالوا عليهم دلوقتي، وكان من خلالهم طبعا لما نيجي مثلا ديوان مثلا القاهرة أو العاصمة وديوان الأقاليم والديوان العام، لما نطرح أي قضية للمناقشة أكيد القضية اللي أصحاب الدواوين هيقترحوها أكيد دي بتشغل الناس بره. خلاص، فالدواوين دي كلها كانت مقيدة بمصالح الفرنسيين وكان الهدف منها التعرف على ما يدور في أذهان صفوة المصريين. طب السؤال الثاني، نابليون دخل فيها الأعيان ليه؟ قال والله لسبب إن هو طبعا مكانتهم ما بين الأهالي، جاب الأعيان ليه؟ ما جابش الناس اللي هم تحت الفلاحين والعامة، لا، ده احنا بيجيب ناس كبار لأن لهم نفوذ عند الأهالي، عشان نابليون لما يقدر يقنع الأعيان دول بحاجة هم يقنعوا الناس اللي تحت ايدهم طبعا اللي هم العامة والفلاحين. إذا دخل الأعيان والعلماء ليه؟ لما لهم من نفوذ ومكانة بين الأهالي، ومن خلالهم طبعا يستطيع تقرير ما يراه. إذا بعد ما قلت الكلمتين دول، الدواوين اللي نابليون عملها كانت دواوين فعلا تشريعية ولا شكلية؟ شكلية بس. خد مني المعلومة الأخيرة ديت. كان نقل نابليون للسلطة في مصر العلماء والأعيان والمشايخ اللي هم الأزهر نقلا شكليا بس،
يعني هو حاططهم كده منظر. تعتبر الدواوين اللي احنا هنقول عليها دلوقتي كلها دواوين استشاريه مش تشريعيه. يعني نابليون هيشاور عليهم في حاجات، او هم ممكن ايه يعني يقولوا بعض القضايا اللي نابليون يعجبه يمشيه، مش هيعجبه خلاص اكنكم ما قلتوش ايه اي حاجه خالص. تاني يبقى الدواوين كلها خد فيها الاعيان والعلماء لما لهم النفوذ ومكانه بين الاهالي. الدواوين كلها كانت نقل شكلي فقط. نابليون كان هدفه من الدواوين التعرف على ما يدور في اذهان صفوه المصريين، وكانت هذه الدواوين كلها مرتبطه بمصالح مين؟ الفرنسيين. خد عندك الديوان الاول اسمه ديوان القاهره، مهمته التداول في احوال العاصمه. الديوان الثاني اسمه ديوان الاقاليم، لكل مديريه عن محافظه. تمام. ديوان مكون من 7 اعضاء زي ما انتم عارفين. النظر في مصالح وشكاوى الناس. بلد مثلا الترعه بتاعتهم ما فيهاش ميه، ما عندهمش سوق، مش عارفين يسوقوا المنتجات بتاعتهم كده يعني. منع المشاحنات بين الاهالي وبعضهم في القرى، وبين القرى وبعضها البعض. واجبيه جمع الاموال طبعا والضرائب المقرره على الاهالي. في ديوان اسمه ديوان ايه؟ عام، ده السلطه المركزيه العليا. خلاص. اعضائه مين؟ حاجه جميله قوي نابليون طبعا ايه عملها. ماشي. جاب 9 مندوبين من كل مديريه، 3 علماء، 3 تجار، 3 مشايخ القرى ورؤساء العربان اللي هم البدو اللي كانوا عاملين مشكله في مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه. نابليون سكنهم في هذا الديوان ايه العام. هدفه ايه نابليون؟ طبعا كلنا عارفين هدفه من هذا الديوان طبعا تدريب الاعيان على نظام مجالس الشورى. عاوز يعرفهم حاجه بدات تتم في اوروبا اللي هي الشورى. يعني ايه؟ رأي الأغلبية يمشي. بس اسمع، نابليون حب يعلمهم مجالس الشورى في حاجات خاصة بالمصريين ما تضرش الحملة الفرنسية. يعني مجالات القضاء، مجالات المواريث، الملكية العقارية للأرض أو البيوت يعني، والضرائب. حاجات لكن نابليون مش هيشاور الدول العام ايه رايكم اطلع بحمله الى بلاد الشرق او ما اطلعش. لا ارجع فرنسا سرا ولا ما ارجعش ولا لا. الحاجات اللي تخص الحمله الفرنسيه لا ملوش دعوه بها خالص. ده هو عاوز يعلمهم ايه حاجات طبعا خاصه بالمصريين بس ايه يعني ما تضرش الحمله الفرنسيه بحاجه. طيب السؤال بقى في الدول العام ده اكتر سؤال، اكتر اسئله بتيجي فيه. السؤال الأول، نابليون لما جه يختار أعضاء الديوان العام اختار أعضاء الديوان العام من أصحاب العلم والكفاءة. خلي بال حضرتك تذاكر دي كويس، اختاروا من أصحاب العلم والكفاءة، مش أي ناس. أصحاب العلم، ما جابش ناس جهلة، أصحاب العلم والكفاءة. الحاجة الثانية، نابليون في الديوان العام علم المصريين حاجه اسمها الديمقراطيه. ازاي يا مستر؟ ان رئيس هذا الديوان كان اسمه عبد الله الشرقاوي، تم اختياره بالاقتراع السري بالانتخاب. يعني مثلا نفترض اعضاء الديوان العام دول مثلا 80، نفترض على مستوى مصر كلها. عاوزين يا جماعه نختار رئيس لكم، مين اللي عاوز يترشح 3. خلاص الانتخاب سري، محدش يعرف انتخبت مين، زي انتخابات اللي احنا كنا بنعملها عندكم في الفصل كده وانتوا في ثانيه ثانوي او اولى ثانوي او قبل الاعدادي يعني كده بالظبط. الاقتراع السري ده اهم حاجه عندي. تاني اعضاء، ودي نقطه تحسب لنابليون لما جه يختار اعضاء الدول العام اختاروا من اصحاب الكفاءه والعلم. اما الحاجه الثانيه طبعا علمهم طبعا الديمقراطيه في اختيار رئيس هذا الديوان بالاقتراع السري. تمام. ده بالنسبه للديوان العام. نرجع بقى للسؤال بتاعنا معلش تاني. السؤال بيقول ركز الحمله الفرنسيه برضو على الجانب الاجتماعي. طبعا الجانب الاجتماعي ما جبناش فيه سيره انشاء الديوان العام حاجه، ولا المجمع العلمي، ولا لسه طبعا، وديوان القاهره ما فيهوش طبعا جانب اجتماعي. طب نقول الاثنين دول بقى بالمره معلش اسف كده ونخلصهم ونجاوب السؤال بتاعنا. طبعا الاثار الاقتصاديه، الاثار الاقتصاديه للحمله الفرنسيه في مجال الزراعه طبعا انتعشت الزراعه. عشان ايه؟ عشان برضو قام علماء الحمله، يبقى ده عامل مشترك. ان نابليون ادخل العلم في اختيار اعضاء الديوان العام، وهنا الزراعه انتعشت بسبب ايه؟ العلماء، وطبعا جهود علماء الحمله الفرنسيه. ولكن اللي عاوزين نقوله ان الحمله الفرنسيه في المقام الاول كانت قايمه على انتاج الغلات التي تحتاجها فرنسا، كان هدفهم كده، وكانوا مفكرين الطريق هيتفتح لهم. لكن هم جهودهم في مصر خصصوا جزء من الاراضي التي تحتاجها فرنسا، وعشان كده طبعا جربوا زراعه البن والقصب طبعا السكر زي ما احنا عارفين. طيب النقطة اللي بعدها برضو دي كلها حاجات سهلة، التقليدية، المحاصيل التقليدية والكلام ده كله. وفي عهد مينو طبعا اهتم بالصناعة، وكلنا عارفين مشروع مينو في الصناعة كان كويس جدا جدا، كلكم عارفينه. يعيبه انه طبعا اعتمد على عمالة فرنسية، يعيبه
عدم ضم عمال مصريين، وكان هدفه الا تتسرب اسرار الصناعه الفرنسيه طبعا الى المصريين. طيب استفاد مين بقى من حاجه المماليك كانوا عاملينها قبل كده؟ دار صناعه السفن ترسانه، كان مراد بيك كان انشاها في الجيزه. مراد بيك قد كان انشاها طبعا في الجيزه، وكانت باظه شويه، فطبعا استفاد منها طبعا مين؟ الفرنسيين، وصلحوها طبعا من جديد. اما في مجال التجاره كلنا عارفين تجاره ايام الحمله الفرنسيه ركضت وتدهورت في عهد نابليون ومين؟ وكليبر، وعشان الانجليز موجودين في البحر المتوسط، وكلكم عارفين الجيش العثماني موجود فين؟ في سوريا. لكن اول ما حاول يفتح ويفك هذا الحصار كان نابليون، حب يعمل طبعا علاقه مع شريف مكه، تمام. وطبعا لما جه طبعا مينو فتح فعلا التجاره في البحر الاحمر غصب عنه، عشان العثمانيين واقفين في بلاد الشام، وكذلك الانجليز طبعا واقفين في السواحل المصريه. وطبعا ايام مينو جرت طبعا السفن ما بين، طبعا الكتاب بيقول لي جده، وكذلك ينبع ده ميناء سعودي، والسويس. يبقى جده وينبع دول في السعوديه، السويس مصر، تحمل الانسجه القطنيه، تحمل الشيلان الصوفيه، تحمل الحرير، تحمل البن. واضح ان المصريين كانوا متفوقين في صناعه المنسوجات. تاني يعني خط يعني التجاره ما بين مصر وبلاد العرب ايام مينو، يعني واضح منها ان المصريين كانوا متفوقين في صناعه المنسوجات، واحد القطنيه والصوفيه وكذلك الحرير. صاحبنا طبعا برضو مينو كان حط في البرنامج بتاعه هيعمل علاقات مع سينار ودارفور ودول في السودان والحبشه طبعا، وبعض بلدان شمال افريقيا غرب مصر، يعني ده هو كان في تخيله كده. اما في مجال الصحه العامه كلنا عارفين انشاء محاجر صحيه. المحجر ده زي غرف العزل اللي هي كنا بنشوفها كده ايام الكورونا، ربنا يعافينا، تمام. والمستشفى عسكري، اول مره مستشفى تعمل خاصه بالجيش اتعملت ايام الحمله الفرنسيه. اما في مجال القضاء انا عندي اثنين، عندي نابليون وعندي طبعا مين؟ نابليون اجرى تغييرا في القضاء الشرعي، اللي هو طبعا المحاكم الشرعيه الخاصه بالاسره وتنظيم الاسره والطلاق والمواريث والكلام ده كله. بعد ما رجع من عكا عمل ايه يا مستر؟ خلى العلماء المصريين يبقوا هم القضاة بدلا من الاتراك، بدل من قضاء الاتراك، وايه؟ وبطريقه انتخاب كمان. يعني مثلا قاضي القاهره الناس هي اللي تنتخبه، تخيل قاضي القاهره الناس هي اللي تنتخبه. ده برضو شيء من الديمقراطيه، ودي الصوره الثانيه للديمقراطيه اللي نابليون طبعا علمها لمين؟ المصريين. حدد رسوم التقاضي بواقع 2% من قيمه المتنازع عليه بعد ان كانت متروكه للاهواء. القاضي كان ممكن يحكم لواحد على حساب واحد اللي يديله رشوه يعني، لكن نابليون ظبط الموضوع ده حته 2%. اما مينو قرر رفض مبدا الديه وترك الامر لاحكام القضاء. اللي قتل خلاص الديه طبعا عندنا في الاسلام مشروعه وربنا ذكرها في القران، وفي قتل خطا وفي قتل طبعا عمد، وده ليه ديه وده ليه ديه. يعني القتل الخطا واحد مثلا موت واحد في حادثه بتاع بالعربيه بتاعته كده، ده ليه مبلغ، دي ليها ديه. اما قتله عمد كده برضه ليه ديه. فهو طبعا مينو الغى مبدا الديه، لان في بعض الاسر كانت غير قادره انها تدفع طبعا الديه لاسره القتيل، فممكن بقى تقلب اغلى طار والكلام ده. فهو ايه؟ قال لا لا لا، هنسيب الامر لاحكام القضاء، وبدا يعمل ايه؟ قانون فرنسي دخله في مصر، اللي هو طبعا السجن والكلام اللي بنشوفه ايه نسمعه دلوقتي ده يعني. وانشا محكمه لكل طائفه طبعا من الطائف. القبط اللي هم الاخوان المسيحيين لهم محكمه خاصه بهم، والشوام وكذلك الروم وكذلك اليهود، وعشان ما يحصلش ايه مشاكل ويحصل استقرار ايه اجتماعي في مصر في ذلك الوقت. اما المجمع العلمي طبعا ابرز الاثار الحمله الفرنسيه كلنا عارفين. المجمع العلمي ده نابليون لما عمله في مصر يا جماعه عمله على غرار المجمع اللي كان موجود طبعا فين؟ في باريس، تمام. المجمع اللي كان موجود طبعا فين؟ في باريس، وكان نابليون طبعا عضوا ايه بيه طبعا زي ما الكتاب بيقول. تعالوا نشوفها مع بعضنا. يبقى المجمع العلمي ده نابليون طبعا عمله على غرار، يعني على مثال المجمع العلمي في باريس، ونابليون طبعا نفسه كان عضو به. طب المجمع العلمي دي مهمته ايه؟ له مهام كبيره. المجمع العلمي اهم مهمه عندنا دي تحفظها زي اسمك، ربط السياسه بالعلم، تقدم العلوم والمعارف ماشي، دراسه المسائل الطبيعيه والصناعيه والتاريخيه ماشي. اما الحكومه ما تاخدش اي قرار الا لما ترجع له، كده اسمه ربط السياسه طبعا ايه بالعلم. وطبعا كان من اثار المجمع العلمي عندنا طبعا انشاء جريدتين فرنسيتين، واحده سياسيه والاخرى علميه اقتصاديه. ومين بقى عمل جريده اسمها ايه باللغه العربيه؟ كتاب شهر اسمها كان اسمها التنبيه. وكان هدفه طبعا من هذه الجريده اهم حاجه ديت نشر الاوامر والقرارات الاداريه، يعني مثلا هنشيل فلان من منصب كذا ونجيب مكانه فلان، في محافظه كذا هنقسمها محافظتين كده، يعني
حاجات اداريه يعني تعيين ناس وكده، ويحذر من خلال هذه الجريده الناس من استماع لاصحاب الميول المعاديه للفرنسيين. يعني يقول لهم ما تسمعوش كلام مثلا الانجليز، ما تسمعوش كلام المماليك، ما تسمعوش كلام مثلا العثمانيين كده. يعني كان من خلال هذه الجريده، يعني كانت تعتبر وسيله اعلام مينو كان عاوز يثبت حكم طبعا فرنسا فيها فين؟ في مصر يعني. طيب نرجع بقى للاسئله بتاعتنا تاني معلش. ركز الحمله الفرنسيه في الجانب الاجتماعي على، ينفع طبعا قلنا ديت طبعا ما جبناش فيها سيره الجانب الاجتماعي خالص، ولا المجمع العلمي، كله قلنا ايه؟ ربط السياسه بالعلم، وطبعا ده الاهتمام بامور العاصمه. تحديد رسوم التقاضي، طبعا نابليون عمل رسوم التقاضي 2% بعد ان كانت متروكه للاهواء. ايوه كان في ظلم، ايوه كان في ظلم، اللي كان يدفع اكتر القاضي كان القاضي يحكم له. 2 مثلا بيختنقوا على بيت في الميراث، 2 بيتخانقوا على ارض مش عارف ايه، وده بيجيب ادله وده يجيب ادله، القاضي كان ماشي تبع الاهواء، وبكده الناس بتتظلم كتير. اذا منع للظلم حدد نابليون قيمه التقاضي، وده جانب اجتماعي يا شباب. الامر الثاني، لكي يؤمن نابليون التجاره الداخليه في مصر اشرك في الديوان العام التجاره الداخليه. مين اللي كانوا عاملين مشاكل قبل كده؟ كلكم شطار وعارفينها طبعا اكيد. مين؟ رؤساء العربان اللي هم طبعا ايه؟ البدو. لكن مشايخ القرى طبعا لا طبعا، ولا العلماء ولا التجار. استفاد مين من اصلاحات المماليك في مجال الصناعات؟ صناعات ايه لما قلنا من شويه قام المماليك باصلاح، قام الفرنسيون باصلاح دار الصناعه بالجيزه، الترسانه، دار صناعه السفن. كان مراد عملها وكانت بايظه، لكن طبعا الفرنسيين طبعا صلحوها من جديد. ترسانه صناعه السفن يبقى طبعا ايه؟ طبعا الصناعات البحريه. اما ورقيه لا طبعا، حجريه لا طبعا، ولا زراعيه طبعا لا خالص. تمام. طيب تدل مجهودات علماء الحملة الفرنسية في مصر في مجال الزراعة على رغبتهم فيه. قلت من شوية قام علماء الحملة بدراسة مجرى النيل، فحص القنوات والجسور، تخصيص بعض الأراضي الغلال التي تحتاجها فرنسا. عندك في كتاب اهتمام بزراعة المحاصيل التقليدية والكلام ده كله. أجريت تجربة لزراعة بعض المحاصيل في مصر والكلام ده كله. هل هدفهم دعم الاقتصاد الفرنسي؟ أيوة تمشي طبعا. ليه؟ تخصيص بعض الأراضي، كتاب قال كده قدامك خلاص، تخصيص بعض الأراضي للغلال التي تحتاجها فرنسا، وعلى هذا الأساس أجريت تجربة لزراعة البن أو القصب. أما الوصول لمنابع النيل الحبشية غلط خالص. النهوض بالاقتصاد المصري طبعا مش عاوزين أصلا نتقدم، ونقل الخبرات الفرنسية المصريين طبعا لا. ظهرت توجهات مينو في تنشيط تجارة مصر الخارجية. نحو راح فين؟ مينو راح فين؟ لو قلنا مثلا دي خريطة مصر كده حاجة بسيطة، توجهاته الراجل راح فين؟ راح الجنوب. ده هو السينار. ايوه السينار، دارفور السينار في السودان. قال الشرق، ايوه راح البحر الاحمر طبعا. طيب راح الشمال، ما يقدرش هنا عشان طبعا الانجليز. الشمال الشرقي ده العثمانيين في بلاد الشام. الجنوب ايوه تمشي الجنوب صح، لكن شمال شرقي غلط، وبالتالي شمال شرقي هنا غلط برضه. طب قال شمال افريقيا الناحيه دي، يبقى الغرب تمشي. ماشي يا جماعه، لكن الشمال الشرقي طبعا ما تمشيش. الغرب تمشي لكن الشمال طبعا ما تنفعش، عشان الانجليز طبعا في البحر المتوسط. يبقى طبعا الاجابه طبعا الف، الجنوب والشرق. الجنوب اللي هي السودان، والشرق طبعا اللي هو البحر الاحمر. طيب بيقول لي طبق نابليون في مصر نفس النمط الذي كان موجودا بفرنسا بشكل واضح بمصر في مجال النمط اللي كان موجود في فرنسا ونابليون طبقه في مصر. يبقى هو المجمع العلمي، مفيش غيره اصلا. المجمع العلمي صحه وقضاء. المجمع العلمي سياسه وعلم تمشي. المجمع العلمي اقتصاد ودين؟ لا طبعا. المجمع العلمي سياسه والصحه؟ لا. المجمع العلمي لما قلت لك اهم هدف من اهداف نابليون ربط السياسه طبعا بالعلم، ربط السياسه بالعلم. طيب ظهر استخدام المعلومات لدعم متخذ القرار لاول مره اثناء طبعا الحمله الفرنسيه من خلال، طبعا كلنا عارفين استخدام المعلومات لدعم القرار. يا جماعه نابليون ما كانش بياخد اي قرار الا لما يرجع المجمع العلمي. مثلا هنعمل تجربه لزراعه مثلا البن في غرب الدلتا مثلا على سبيل المثال، منطقه محافظه البحيره دلوقتي، يقول لهم اعملوا دراسه عن هذا المشروع. هم عملوا دراسه ويجيبوا لي الدراسه كده قدامه، يقول لك المشروع ده لو عملناه ايجابياته كذا وسلبياته كذا، مزايا كذا وعيوب كذا. اذا نابليون على اساس الدراسات اللي قدامه والمعلومات اللي قدامه ياخد قرار يزرع او ما يزرعش المنطقه دي. كده القرار بتاعه صح، لانه لو قال على اساس علمي، قال برضه لا، يبقى على اساس علمي. اذا المجمع العلمي طبعا اجابه اجابه صحيحه. ماشي. وكلنا طبعا عارفين ان طبعا
الحته الاخيره عندنا بقى اللي ما قلناهاش برضه عشان ما كنا قلنا كل حاجه في الدرس الاولاني او الفصل الاولاني اللي هو الحمله الفرنسيه. فاضل 3 حاجات: الاعمال الكبرى لعلماء الحمله، محاوله شق قناه، كلكم عارفين قناه السويس اول ما ظهرت ايام الحمله الفرنسيه كفكره، لكنها فشلت لخطا طبعا حسابي في مستوى مياه البحرين. في عالم كان قال ان ميه البحر الاحمر اعلى من ميه البحر المتوسط، وبالتالي ما ينفعش نحفر القناه ديت. ماشي، هي كان رايه طبعا غلط، يعني كراي علمي طبعا غلط، لكن الفكره كويسه طبعا، فكره توصيل البحرين. طبعا كتاب وصف مصر ده شيء كويس جدا، اول موسوعه علميه طبعا عن مصر، كلكم عارفين الكتاب ده. وكذلك العثور على حجر رشيد، وقدرنا لاول مره طبعا ندرس تاريخ المصريين طبعا القدماء. كل الكلام اللي كان موجود على جدران المقابر والمعابد مش عارفين نترجمه، ترجمناه لاول مره طبعا في عهد الحمله الفرنسيه لما تم العثور على حجر رشيد طبعا زي ما احنا عارفين، وتم قراءة التاريخ المصري القديم لأول مرة. إذا الحملة الفرنسية يا جماعة في الآخر الكتاب بيقول لي بغض النظر عن وجهها العسكري، أيوه فعلا يعني هم ضربونا وبهدلونا وبهدلناهم والكلام ده كله، إلا أنها كانت صدمة حضارية وثقافية فعلا، يعني ايوه كانت صدمه حضاريه وثقافيه. الحمله الفرنسيه نبهتنا طبعا فكره الدواوين ديت الى فكره المشاركه في الحكم. اول مره نشوف دواوين، اول مره نشوف دواوين حكم. دخلنا في الديوان القاهره، ودخلنا في ديوان الاقاليم، ودخلنا في الديوان العام. الله، امال ليه العثمانيين وقبلهم المماليك كانوا مستعبديننا؟ لا احنا لازم نطلع من هذا الجو. وفعلا المصريين بداوا يخرجوا ويطالبوا بحاكم لهم، وكانت اول تجربه كلكم عارفين طبعا محمد علي. يبقى الدواوين ديت كانت فكره كويسه عرفناها من الحمله الفرنسيه. تمام. الحاجه الثانيه المجمع العلمي اللي نابليون طبعا عمله كان نافذه. شوف تخيل كده نفسك قاعد في اوضه مثلا مقفوله خالص سنين طويله، وفجاه اتفتح شباك، اكيد تلاقي الدنيا اتطورت بره خالص. المجمع العلمي كان كده. من خلال الكتب اللي كانوا جايبينها الحمله الفرنسيه معاهم عرفنا كل ما يدور في اوروبا من تقدم في العلوم. الثوره الفرنسيه يا باشا عندهم ثوره صناعيه، العلوم بقى سياسيه، علوم طبيعيه، غيره غيره غيره، والافكار طبعا السياسيه والاقتصاديه وغير ذلك. كذلك الحياه الاجتماعيه للفرنسيين نبهت اذهان المصريين الى وجود انماط من الحياه والعلاقات طبعا في اوروبا تختلف عن تقاليد المجتمع الشرقي، ومن ثم اتجه البعض الى محاكاه هذا النوع. الحمله الفرنسيه طبعا جم وكانوا بالليل طبعا في حاجه اسمها كافيهات بالليل، ماشي، نقعد بالليل، وفي حاجه اسمها مسرح بالليل والكلام ده كله. والمصريين عرفوا طبعا لبس البدله والجرافطه والحاجات دي كلها ايام الحمله الفرنسيه، وبدانا نبني بيوت على نمط طبعا الفرنسيين في اماكن راقيه كده داخل القاهره. ايوه يا جماعه، يبقى اتجه المصريون كجانب اجتماعي الى محاكاه حياه الفرنسيين اللي اصلا بتختلف عن حياه المجتمع الشرقي. اذا نقدر نقول بكل مقاييس ان الحمله الفرنسيه بغض النظر عن وجهها العسكري كانت صدمه حضاريه وثقافيه. اهم نقطه يا مستر حته الدواوين، لان الدواوين ديت لما يعني اشتركنا فيها علمتنا المشاركه في الحكم، وهنرفض تماما فكره الحكم المطلق المستبد، وهنبدا ندخل في امور السياسه، وهنشارك في اختيار حاكمنا. واول تجربه لهم طبعا هيكون مين؟ محمد علي. ده كان يعني نقدر نقول فكره سريعه عن الفصل الحمله الفرنسيه في صوره سؤال وشرح زي ما انتم شفتوا كده. اذا اللي متبقي لنا بقى زي ما وعدتكم هنحل الاسئله الاسترشاديه بتاعه الوزاره. النماذج انا جمعت لك كل ما يخص طبعا الدرس الفصل الاولاني الحمله الفرنسيه في النماذج ال10 بتوع الوزاره، ودي ان شاء الله نجاوبها دلوقتي. يلا تعالى نشوف الاسئله الاسترشاديه بالمره. يلا يا شباب ان شاء الله كده نخش بقى على النماذج. زي ما قلت لكم كده احنا مجمعين كل ما يخص طبعا الحمله الفرنسيه كده ورا بعضها من 10 نماذج الاسترشاديه اللي الوزاره طبعا حطتهم. وطبعا خلي بالك معايا، انت سمعت بقى المحاضره اهوت، وسمعت طبعا استرجعنا معاك الفصل كله. طبق بقى عامل يلا كده بسرعه مع بعضنا. السؤال الاول بيقول اي مما يلي يخرج طبعا عن المسؤوليات، اي مما يلي طبعا يخرج عن المسؤوليات طبعا من قاع على عاتق شيخ الطائفه. شيخ الطائفه فاكرينه طبعا كان بيعمل حاجتين اتنين، كان بيجمع الضرائب وكان يشرف على الانتاج في القرن السادس عشر. يعني قصده في احوال مصر تحت طبعا الحكم العثماني. هل شيخ الطائفه كان ممكن يجمع الضرائب؟ ايوه يجمع الضرائب. هل مراقبه ضوابط سير؟ طبعا الاشراف على الانتاج. هل تنظيم شؤون اعضاء الصنعه؟ اكيد طبعا طائفه. لكن يتابع الوالي طبعا ديت ما تنفعش خالص. اذا دي الاجابه الصحيحه. بيقول لك اهوت يخرجوا، خلي بالك من الكلمه دهيت، كلمه يخرج عنه او يستثنى منه. اتفقنا؟ ده بالنسبه السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول اي من احداث الحمله الفرنسيه على مصر يؤكد صدق بيت الشعر الاتي.
لا تأمنن عدوا جاء مبتسما فإنه الذي يأتيه طبعا متهم، ولا يغرنك منه لين جانب فبقلبه نار الحقد تضطرم. العدو اللي جاي ممكن يبتسم لك وهو اصلا عاوز يضحك عليك ويستغلك طبعا في حاجه تانية. فبيقول لك مين في دول الاربعه يؤكد صدق بيت الشعر الاتي: توجيه المدافع على جامع الازهر ده عنيف. ده مين؟ نابليون عمل الكلام ده؟ عنف. اللي كان بيقول انا جاي عشان اكون لكم حكومه اهليه واحترم الاسلام والنبي والقران والكلام ده. طيب انشاء طواحين هواء واصلاح ترسانة بولاق ده يعتبر عمل كويس. اصدار موسوعه لوصف مصر ده يعتبر عمل كويس. محاوله ربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط ده يعتبر عمل كويس. اذا نابليون اللي كان بيقول انا جاي عشان اعمل لكم كذا وكذا وكذا، في الاخر وجه المدافع طبعا بتاعته الى الجامع الازهر، وده كان في ثوره القاهره الاولى زي ما احنا عارفين. بعد كده بيقول لي سؤال 3: جاء في منشور نابليون قبيل وصول الحمله الفرنسيه لشواطئ مصر. نابليون في المنشور بتاعه بيقول: يا أيها المصريون قد قيل لكم أنني ما نزلت بهذا الطرف اللي هي البلد إلا بقصد إزالة دينكم. في ناس فهموكم أن أنا جاي أحارب الإسلام فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. طيب كلام كويس أهو. بيقول إن الفرنسوية في كل وقت، الفرنسيين صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان. ده احنا بنحب الدولة العثمانية ومخلصين للدولة العثمانية. السؤال بيقول يخرج عما يمكن استنتاجه من هذا الجزء. نابليون قال المنشور ده بهذه الصيغه ليه؟ بيستعطف المصريين ويقول لهم انا بحب السلطان العثماني وانا مخلص للدوله العثمانيه. قصده حاجات كتير يخرج عنها. هل ممكن يكون من ضمن اهدافه محاوله الوصول لقلوب المصريين؟ طبعا اكيد. ادراك الثقافه الشرقيه التي يسودها الطابع الديني واضح. بيقول اهو قصد ازاله دينكم فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. العمل على كسب ود الدوله العثمانيه واضح اهو. بيقول ان احنا محبين مخلصين لحضره السلطان. الوعد بتمكين المصريين من إدارة شؤون البلاد، لا طبعا ده مش في المنشور اللي معانا ده خالص قدامنا، لكن هو كان وعد ده في كلام تاني. أنا ليا دعوة بنص المنشور اللي قدامي بس يا جماعة. يبقى إذن الإجابة ده الإجابة صحيحة. كتب المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي متهكما على منشور نابليون، بينتقده تفسير ما أودعه هذا المكتوب من الكلمات المفككة. بيسخر من كلام مين؟ طبعا نابليون في المنشور بتاعه. هل يستدل من هذا التعليق على وعي العقلية المصرية لحيل ونوايا المحتل؟ احنا ما بنضحكش علينا تمشي. طيب تمكن نابليون من كسب ود المصريين؟ لا طبعا. لان المصريين طبعا قاموا بعد منه بثورات طبعا، وثوره القاهره الاولى والثانيه زي ما احنا عارفين ضد نابليون او كليبر. تمسك الزعامه المصريه بالتبعيه العثمانيه ملهاش دعوه بالنقد ده خالص. ترحيب المصريين بمن يخلصهم من المماليك؟ لا طبعا الكلام ده غير صحيح. اذا كلام طبعا عبد الرحمن الجبرتي بينتقد منشور نابليون، ده بيدل طبعا على وعي العقليه المصريه لحيل ونوايا طبعا المستعمر. وعرفنا الكلام ده المره اللي فاتت ان المصريين لم يقتنعوا بمنشور نابليون، والدليل طبعا المقاومه في الاسكندريه. أدت النزاعات بين الفرق العسكرية بمصر قبيل مجيء الحملة الفرنسية. النزاعات بالفرق العسكرية اوعى تنسى اللي كانوا المماليك. إلى هل تحول التجارة الدولية للدوران حول أفريقيا؟ لا، دي موجودة من زمان. اختلاف شكل المكاييل والموازين دي موجودة من زمان، ودي من سوء أحوال الحكم العثماني في مجال التجارة الداخلية. حصول الأجانب على امتيازات تجارية طبعا ملهاش دعوة، ده السلطان أصلا هو اللي اداهم امتيازات في مصر وتسهيلات في مصر. تمام. انعدام الامن، ايوه طبعا، مما انعكس على التجاره. الكتاب قال لي كده بالنص: الصراعات بين المماليك ادت الى تقلص التجاره الخارجيه، تدهور التجاره الخارجيه او تقلص التجاره الخارجيه. وارداتنا من بره بقت ضعيفه وصادراتنا ايضا بقت ضعيفه. اذا دي اجابه صحيحه. غاب عن مواقف المماليك ازاء الوجود الفرنسي. الفرنسيين هم في مصر، المماليك عملوا 3 حاجات غاب عنهم واحده في ال4 دول ما عملوهاش. هل المشاركة الحقيقية في مقاومة الحملة؟ لا، شاركوا في شبرا خيط ومبابة والصعيد. التفاهم مع الفرنسيين للجلاء التام عن مصر، هل دي تمت بين المماليك والفرنسيين؟ ما وردتش علينا. هل في تنسيق مع الفرنسيين الحفاظ على مكاسبهم؟ مراد بك يا باشا ايام كليبر في ثورة القاهرة الثانية وافق ياخد حكم الصعيد مقابل اخماد الثورة. ايوه، عاوز يحافظ على مصلحته. هل في تحالف مع الانجليز والعثمانيين؟ ايوه طبعا، لاخراج الحمله الفرنسيه. اوعى تنسى 1801 ارسلت انجلترا اسطول الابي القير، انضم اليه جيش عثماني وبعض زعماء المماليك. اذا اللي ما عملوهاش الاجابه طبعا باجابه صحيحه.
تمام، اللي بعديه بسرعه. مال كليبر في بدايه توليه الحمله الفرنسيه الى استحاله بقائها لعده اسباب ليس منها. كليبر كان عاوز يمشي من مصر، اسباب كتير. مين في دول ما يعتبرش سبب خلى نابليون اقتنع بضروره ايه الانسحاب من مصر يعني؟ هل اصرار العثمانيين على استعاده مصر؟ يعني اصرار هنسيبها شويه. ضعف موقف الحمله عسكريا؟ ايوه طبعا. تناقص العدد. قيام المماليك بالثوره طبعا ضد الفرنسيين. كان في مقاومه، ايوه كان في مقاومه. ماشي. رفض طبعا المصريين الوجود الفرنسي، ايوه طبعا المصريين ايه عادوا الى الثورات طبعا ايه مره اخرى. اذا ديت كان سبب خلاه يمشي، ودي برضه سبب خلاه يمشي. المشكله في الاثنين دول، اصرار ولا قيام المماليك بالثوره طبعا ضد ايه ضد الفرنسيين؟ لا، المماليك ما قاموش بالثوره طبعا. الدوله العثمانيه كانت مصره فعلا على استعاده مصر يا جماعه. ماشي. الدوله العثمانيه كانت مصره وارسلت حملات. تمام. وده عشان كده نابليون قرر انه يمشي. اما المماليك يعني لما كليبر تولى قياده الحمله طبعا ما قاموش بثورات ولا اي حاجه خالص. هي طبعا كانت مقاومه الصعيد، وراح لهم طبعا زي ما انتم عارفين نابليون وانتصر عليه. انما دي طبعا هي دي الاجابه الصحيحه. يبقى تاني يا جماعه، مال كليبر في بدايه توليه الى استحاله بقاء الحمله لعده اسباب ليس منها المماليك ساعتها ما قاموش بالثوره. ده بالعكس، ده مراد كمان رضي بوجود المماليك طبعا في مصر في ذلك الوقت، وخد حكم الصعيد زي ما احنا عارفين مقابل اخماد الثوره. طيب، رفض المصريون الخضوع للحكم المطلق المستبد بعد انتهاء الوجود الفرنسي بمصر. لما الحمله الفرنسيه مشيت المصريين رفضوا الخضوع للحكم المطلق. ايه الدليل؟ نتيجه ايه اللي علمهم ان احنا لابد ان نشارك في الحكم ونرفض الحكم المطلق ده؟ ثوره القاهره الاولى والثانيه؟ ما اعتقدش طبعا. تولي المصريين الهيئات القضائيه، يعني عشان مثلا تولينا القضاء ده علمنا ان احنا نرفض الحكم المطلق؟ لا 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 طبعا، ملهاش علاقه. طيب، الممارسه السياسيه في الدواوين؟ طبعا ممكن. المصريين لما دخلوا الدواوين الاعيان تعلموا حاجه اسمها المشاركه في الحكم بدلا من فكره الحكم المطلق، وفعلا هيشاركوا في اختيار محمد علي وليان عليهم. التزامهم بالقرارات طبعا في جريده التنبيه اللي هي طبعا كان عملها مينو؟ لا طبعا، اجابه غير صحيحه. يبقى الاجابه الصح يا جماعه موضوع الدواوين اللي الحمله الفرنسيه عملتها نبهت المصريين الى ضروره المشاركه في الحكم بدلا من فكره الحكم المطلق طبعا المستبد. السؤال اللي بعده، ترتب على ضعف النظام السياسي الحكم العثماني في مصر. كلنا عارفين الحكم العثماني كان نظامه مش كويس، يعني ضعف، قصر مدة حكم الوالي وزيادة سلطة الديوان وضعف الدولة العثمانية. كل ده كان يعني من اسباب ضعف الحكم العثماني. السؤال بيقول لي ترتب على ذلك بقى؟ ترتب على ذلك هل قصر مدة حكم ده سبب؟ السبب ده ترتب على هل ضعف سلطة الديوان؟ لا، الديوان سلطته ما كانتش ضعيف. تطلع المماليك الانفصال؟ ممكن. ان طبعا قصر مدة حكم الوالي وزيادة سلطة الديوان والصراع بينهم على السلطة جعل بعض المماليك يتطلعون الانفراد او الانفصال بحكم مصر عن الدولة العثمانية، واللي عمل الكلام ده طبعا كلكم عارفينه علي بيك الكبير. اما السيطرة على الاقاليم، كده اصلا الاقاليم كانت معهم، والعثمانيين طبعا ادوهم حكم مين؟ الاقاليم. يبقى رقم 9 اجابته تطلع المماليك الانفصال، وذلك على يد طبعا علي بيك الكبير زي ما احنا عارفين. اسهمت سمات العصور الحديثه. لو انت فاكر في اولى ثانوي كنت خدت العصور الحديثه كان لها سمات، خلاص؟ كان منها الثوره الصناعيه والنهضه الاوروبيه والكشوف الجغرافيه والكلام ده كله. يعني في اوروبا طبعا على الاوضاع الاقتصاديه في مصر سلبيا قبيل مجيء الحمله الفرنسيه، وذلك من خلال ديت سمه. خلي بالك، ودي سمه، وسيبك من دي مش معانا، وديت سمه. مين في دول اثر على مصر سلبيا؟ اكيد طبعا الكشوف الجغرافيه. لما تحولت التجاره الى طريق رقص الرجاء الصالح يعني ضاعت مكانه مصر الاقتصاديه، لان طبعا خسرت مصر كثيرا، وكانت صلاتها مقتصره على طبعا دول حوض البحر المتوسط او السودان او البلاد العرب واليمن، والكلام اللي احنا عارفينه قلناه في المحاضره بتاعتنا يعني دي. قال نابليون من خلال المنشور، بيقول للمصريين: إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليك إيمانا. طبعا يعني أعبد الله وأحترم نبيه والقرآن زي ما احنا عارفين. وفي ضوء طبعا هذا المنشور كلنا عارفين نستنتج أن هذا أو أن هدف نابليون هو: هل نابليون فعلا يعني عنده تمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية؟ هل نابليون يعني نقدر كده استقطاب المصريين إلى صفه من خلال ذلك المنشور؟ هل دفع المصريين طبعا للتخلص من العثمانيين؟
هل مساعدة طبعا المصريين للحكم إيه الذاتي؟ طيب السؤال بيقول قال نابليون من خلال المنشور، خلي بال حضرتك، ان انا جاي اخلصكم من المماليك وان انا اكثر منهم، طبعا اكثر من المماليك طبعا ايه. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 11، قال نابليون طبعا من خلال المنشور بتاعه انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين، وانني اكثر من المماليك ايمانا، اعبد الله واحترم نبيه والقران والكلام ده كله في ضوء المنشور. كان نابليون يهدف الى هل التمسك بمبادئ العقيده الاسلاميه؟ لا طبعا نابليون مسيحي. هل استقطاب المصريين الى صفه؟ ممكن. هل دفع المصريين للتخلص من العثمانيين؟ لا، واضح المنشور الراجل بيستعطف المصريين ومش عاوزهم يعملوا مشاكل طبعا معاه. هل مساعدة المصريين الحكم الذاتي؟ لا، كل ده استعطاف المصريين، بيقول لهم انا بحب الاسلام والنبي والقرآن العظيم بتاعكم اكتر من المماليك كمان يعني. اذا الاجابه رقم ب طبعا دي اسئله سهل، اجابه صحيحه. ظهر تشابه في السلطه المركزيه العليا والهيئات القضائيه التي احدثتها الحمله الفرنسيه في عهد نابليون. في ايه السلطه المركزيه العليا؟ لو انت فاكر حاجه اسمها الديوان العام. الديوان العام، ايه وجه الشبه بين الديوان العام والهيئات القضائيه اللي اتعملت في عهد طبعا نابليون؟ نابليون عمل ايه كل اللي نابليون عمله ان هو شال قضاة الاتراك وحط بدل منهم علماء مصريين لتولي القضاء الشرعي وجعله بالانتخاب. ايه وجه الشبه بين دي وديت؟ الاعتماد على كل فئات الاعيان؟ لا طبعا. ماشي. طريقة اختيار كبار الأعضاء. طيب هو أكبر عضو في الديوان العام كان اسمه عبد الله الشرقاوي رئيس الديوان العام، وكان طريقة انتخابه بالاقتراع السري يعني بانتخابات ديمقراطية. وبرضه عاوزين نقول زيها بالظبط القضاة المصريين اللي هيتولون القضاء الشرعي كانت أيضا طريقة الاختيار بالانتخاب. خلاص، طريقة تعيين هؤلاء القضاة بالانتخاب. إذا دي تمشي إجابة صحيحة. اختيار طبعا كان بالانتخاب. اما اشراك جميع شرائح طبعا المجتمع لا طبعا. في الديوان العام ممكن جاب العلماء، جاب البدو، جاب التجار، اما التانية لا طبعا، ده كان بالانتخاب يعني ما فيش حاجه كل الشرائح. ظروف تشكيل كل منها طبعا دي مالناش دعوه بها خالص. اتفقنا؟ يبقى السؤال رقم 12 اجابته طريقه الاختيار. هنا رئيس الديوان العام عبد الله الشرقاوي كان بالاقتراع السري يعني بالانتخاب، وايضا اللي هم العلماء المصريين كانوا يتولون القضاء الشرعي ايضا بطريقه الانتخاب. اللي بعديه، يعزى عجز الفرنسيين. يعزى يعني يرجع يعني عن بسط نفوذهم على الصعيد. ليه مش قادرين يبسطوا يعني نفوذهم على الصعيد؟ هل عشان الحصار الانجليزي؟ لا طبعا، ده ملوش علاقه. التعاون بين الحكام والمحكومين. من الحكام اللي هم المماليك في الصعيد اللي قوموا، والمحكومين طبعا اللي هم مين؟ الاهالي. كان في تعاون بينهم؟ كان في تعاون بينهم، وخلى المقاومه يعني شديده، وروح المقاومه عالي جدا جدا في الصعيد، واستمرت 10 اشهر ولم تستطع القوات الفرنسيه اخماد الثوره في الصعيد. مقاومه الانجليز مع اهالي الصعيد لا طبعا ما حصلش. حرمان الحمله من امدادات فرنسا طبعا اجابه غير صحيحه. يبقى الاجابه الثانيه هي الاجابه الصح، التعاون بين الحكام والمحكومين. طيب السؤال اللي بعديه، الدارس الجيد للتاريخ يستطيع قراءة مشهد النهاية منذ البداية. خلاص، منذ بداية الحدث. تلك العبارة تنطبق على مشهد النهاية. يعني ساعات كده نقول والله هي باينة من أولها، أو هي كانت باينة من أولها. ساعات كنت نخش في حدث ماشي، أي حدث في الدنيا عندنا، ويعني ينتهي بأمر مأساوي، فإحنا نقول في الآخر والله كانت باينة من البداية. مين في دول بقى؟ موقعة أبي قير البحرية دي بداية، كانت مع الحملة الفرنسية كانت بداية النهاية، واللي هي الأساس في خروج الحملة الفرنسية من مصر هي موقعة أبي قير البحرية، اللي اتفقنا طبعا في المحاضرة بتاعتنا إن هذه الموقعة قضت أو قضت على آمال فرنسا طبعا في يعني تحقيق حلمها اللي كانت طبعا جاي من أجله. وكل الغم اللي الحملة الفرنسية شافته في مصر كله كان طبعا جه بسبب موقعة أبي قير البحرية. مقتل كليبر واستمرار الوجود الفرنسي لا طبعا، ده يعني حب طبعا يعني كليبر لما اتقتل الوجود الفرنسي اصلا مشوا كمان، اصلا استمرار الوجود الفرنسي مينه جه، واصلا كمان ما طولش ومشي كمان. طبعا ثوره القاهره الاولى وعوده حكم العثمانيين اجابه غير صحيحه، طبعا ملهاش علاقه. حمله عكا وانشاء الديوان العام ايضا طبعا ملهاش علاقه. يبقى الاجابه الف يا جماعه، ان موقعة ابي قير هي السبب في خروج الحمله الفرنسيه. اظهرت مجريات الامور عقب تولي القائد الثاني كليبر يا باشا، اول ما تولى قياده الحمله الفرنسيه. مجريات الامور اظهرت بدء تنفيذ مشروع الفرنسي في مصر؟ لا، ده كان ايام مينو.
كان عاوز يعمل برنامج اصلاحي في الزراعه والتجاره والصناعه وحاجات كتير يعني. تدخل الانجليز في المساله المصريه، ان كليبر عمل اتفاقيه العريش وكان ناوي يمشي. مين اللي اتدخل؟ انجلترا، وقالت لابد من استسلام الفرنسيين، وفعلا لم تنفذ اتفاقيه العريش بسبب النقطه الثانيه ديت، تدخل الانجليز في المساله المصريه. نجاح طبعا ثوره القاهره طبعا الثانيه اجابه غير صحيحه. طبعا الامر الثاني رفض من مراد بك حكم طبعا الصعيد، لا ده وافق. اما نجاح الثوره لان كليبر اخمد الثوره في القاهره والوجه البحر بالقوه، وطبعا مراد اخمد الثوره طبعا في الصعيد بالتفاهم مع مين؟ مع كليبر. سوف ندوسهم ونضعهم تحت سنابك الخيول، اقدام الخيول يعني. مقوله مراد بك عندما علم بمجيء الحمله الفرنسيه، خلاص بيقول في ضوء العباره السابقه لم يدرك مراد بيقول ده لما يجوا هنوريهم يعني. واضح ان مراد بك لم يدرك ايه؟ التفوق العسكري للغرب الفرنسي. طبعا تمشي. ضروره التحالفات او ضروره التحالف بين المماليك والانجليز، لم يدرك طبعا. اجابه غير صحيحه. يعني انا بتكلم على حته العباره. لم يدرك مراد بك مدى استفادته من الطبيعه الجغرافيه، برضو ما لهاش علاقه بالعباره. قدرات فرنسا في القتال البحري، لا طبعا، ده فرنسا هربانه من من مقاومه انجلترا هناك، وجت طبعا هنا عشان تنتقم من انجلترا طبعا في مكان تاني في بلاد الشرق. حسب نص العباره ماشي، مراد لم يدرك التفوق العسكري للغرب اللي هو طبعا فرنسا. وزي ما انت عارف الحمله الفرنسيه هزمت المماليك في شبرخيت، وهزمتهم طبعا فين؟ في امبابه، وهزموا ايضا كمان مراد فين؟ في الصعيد. يبقى واضح ان الاجابه الف اجابه صحيحه. السؤال اللي بعديه بيقول المتأمل في الوضع السياسي لمصر تحت الحكم العثماني في النص الثاني من القرن كام؟ ال18. تمام. ايه اللي حصل في النص الثاني من القرن ال18؟ يعني بعد السنه دي كده لغايه ما الحمله طبعا الفرنسيه تقريبا جت. الفتره دي وجود التحالف الروسي مع الدوله العثمانيه، بالعكس ده كان في حرب وخلت حركه علي بك الكبير امن. الرفض المملوكي للوجود العثماني، لا ده كانوا راضيين بحكم الاقاليم. التحالف بين الفرق العسكريه العثمانيه، واضح طبعا لا. قدره السلطان على فرض سيطرته على البلاد، برضو نقول لا يا مستر كلها لا في لا. طيب الرفض المملوكي للوجود العثماني ووجود تحالف، احنا كده عجلنا الدنيا عجلنا الدنيا شويه معلش. نرى السؤال بقى تاني. يبقى المتأمل في الوضع السياسي لمصر تحت الحكم العثماني عاوز حدث في الفتره دي. هل وجود تحالف؟ ده ما حصل، ده العكس. طب الرفض المملوكي، هل المماليك كانوا مش عاوزين عثمانيين؟ تقريبا صح كده. احنا بس حبيت اختبركم كده وتشوف الناس تنشط ذهنها. ايوه يا جماعه، حركه علي بك الكبير 1768 وطرد الوالي العثماني ومنع قدوم غيره، وارسل محمد ابو الدهب زي ما احنا عارفين الى اخر الحركه. طيب اذا الاجابه دي تمشي. التحالف بين الفرق العسكريه العثمانيه طبعا ما حصلش. كذلك قدره السلطان مش قادر طبعا يفرض سيطرته على البلاد تماما، بدليل ان طبعا علي بك الكبير طرد العثمانيين طبعا من مصر. انا بختبرك، انا عاوزك الله يكرمك كده لما اغلط في سؤال كده ولا اكون بختبرك كده تصحصح كده معايا وما يعني تركز كده، ما تاخدش كل حاجه بالتسليم. طيب شوف بقى السؤال اللي بعده. ارتبطت برضه حمله نابليون على الشام بفكره ايه اللي خلى نابليون راح الى بلاد الشام؟ هل فتح اسواق للتجاره الخارجيه؟ لا طبعا. هل الدفاع عن الكيان الفرنسي في مصر؟ ممكن، لان طبعا الدوله العثمانيه هترسل حملتين اتنين، واحده من الشام واحده طبعا من جهه البحر من جهه الاسكندريه. منع وصول انجلترا للهند؟ لا طبعا خالص اطلاقا، ده اصلا محاصر منهم. تدعيم القوه البريه والبحريه؟ لا بريه ولا بحريه، هو لا نفسه طبعا هيحاصر في مصر، فطلع بحمله طبعا الى بلاد الشام. اظهرت احداث ونتائج ثوره القاهره الثانيه طبعا ضد مين؟ الفرنسيين. غياب الاخلاص وصدق النوايا، ما فيش اخلاص، كل واحد بيدور على مصلحته. فين بقى يا مستر؟ في الزعامه الشعبيه؟ لا احنا كنا كويسين جدا جدا. الدوله العثمانيه ما لهاش دعوه اصلا بثوره القاهره الثانيه خالص. القياده المملوكيه ممكن. مين يا شباب؟ مراد يا باشا اللي كان في الاول بيقول لنابليون انا مش هسلم لك الصعيد، لا ايام كليبر سلم الصعيد مقابل طبعا اخماد الثوره، وطبعا وخد فلوس طبعا اكيد من كليبر على هذا الامر. عرب الحجاز طبعا بالعكس دول كانوا كويسين جدا، ده عدوا وانضموا الى المقاومه طبعا فين؟ في الصعيد. لكن هم ما لهمش علاقه طبعا بثوره القاهره الثانيه. يبقى الاجابه ج، ويحسب بها مراد لما وافق ان هو ياخد حكم الصعيد مقابل اخماد الثوره.
استحدث الفرنسيون استخدام القوة الناعمة، كلام يعني تمام، في مصر أثناء الحملة الفرنسية لأول مرة، أول مرة. ماشي. سياسة اللين بتاعت نابليون ممكن من المنشور بتاعه، أنا جاي عشان كذا وكذا وكذا. طلب كليبر عقد معاهدة العريش، لا مش سياسة ناعمة ولا حاجة، أنا بتكلم مع المصريين. حتى نابليون او كليبر، اسف يعني كليبر ممكن برضو يكون يعني شاف انه وجوده في مصر خسران، فحب يعني يمشي في طريق السلم افضل. تمام. المنشور الذي وزعه نابليون قبل وصوله، اسف يا جماعه معلش، سياسه اللين اللي استخدمها نابليون ديت، هل نابليون استخدم اللين مع المصريين؟ طبعا ما كانش فيه لين خالص. نابليون اصلا احمد ثوره القاهره الاولى بالقوه، ودخل جامع الازهر واعدم المصريين زي ما احنا عارفين، واستخدم القمع والارهاب وكلام. لكن اسف، المنشور اللي وزعه نابليون ممكن ده. تمام. انشاء جريدتين عسكريتين، ده ما حصلش ايام الحمله الفرنسيه. يبقى استخدم الفرنسيون او الفرنسيين القوه الناعمه لاول مره في المنشور ده. تمام. انما نابليون ما عملش لين مع المصريين. اتفقنا؟ كليبر ممكن دي المره الثانيه، انه حب يمشي بالسلم بدل طبعا ما يمشي بالحرب، ودي مع الدوله العثمانيه مش معنا احنا. كان طريق رأس الرجاء الصالح يمثل خطوره على الاقتصاد الفرنسي، خاصه بعد قيام الثوره الفرنسيه، بسبب خطوره على الاقتصاد الفرنسي. ليه طريق رأس الرجاء؟ بعد المسافه بين فرنسا ومستعمرتها؟ لا طبعا، انجلترا ابعد كمان. سيطره هولندا لطريق رأس الرجاء؟ لا، هولندا مش هناك. تهديد القراصنة لطرق التجارة الفرنسية؟ خلي بالك، لا طبعا. خطورة على الاقتصاد الفرنسي بسبب القوة طبعا البحرية للأسطول الإنجليزي. كتاب قال لي كده إن لويس 16 كان عاوز، لو أنت فاكر، نابليون كان عاوز طبعا يوجه ضربة عسكرية لإنجلترا خارج أراضيها. تمام. هيقوض الإمبراطورية الإنجليزية في الشرق، ويأمن طبعا تجارة فرنسا من خطر المماليك. خلاص. وذلك بدلا من الدوران حول افريقيا. الكتاب قال لي كده، او طريق راس الرجاء الصالح الذي يسيطر عليه الانجليز. واضح الانجليز طبعا مهيمنين على طريق راس الرجاء الصالح، فكان لابد طبعا من مكان تاني يعدوا منه. عشان كده الحمله الفرنسيه جت الى مصر. طيب، روي عن الجبرتي عند دخول الفرنسيين الاسكندريه. هو بيقول كده، الجبرتي بيقول لم يكن لدى محمد قريم في قلعة قايتباي سوى برميل بارود واحد لمدفعيتهم. واضح ان العملية ما فيش أسلحة خالص. ويرجع ذلك إلى ينفع قوة وسيطرة الدولة العثمانية؟ بالعكس، ده كان يبقى في كتير أصلا أسلحة كتير. انشغال المماليك بصراعاتهم؟ أيوة طبعا. المماليك لم يهتموا بتحصين حدود البلاد ضد أي أخطار. المماليك لما مات محمد أبو الدهب انشغلوا بصراعاتهم الداخلية. تخاذل الوالي عن مساعدة السكندريين، الوالي العثماني، الوالي اللي كان موجود، لا غلط. بعد الاسطول البريطاني عن الاسكندريه، طبعا اجابه ملهاش علاقه طبعا بالسؤال. يبقى محمد قريم يا جماعه لما الجبرتي يقول ما كانش عنده في قلعه قايتباي سوى كذا وكذا، يبقى واضح ان حكام البلاد لما كان مراد وابراهيم كانوا منشغلين طبعا بصراعاته المماليك مع بعضهم البعض. عشان كده الكتاب يقول اتفاجئوا بنزول الحمله طبعا الاسكندريه. طبق نابليون مبدا الهجوم خير وسيله للدفاع مع المصريين، وظهر ذلك الهجوم خير وسيله للدفاع. طيب مع المصريين شبرا خيط بره الموضوع خالص، دي مع المماليك. ومعاهده العريش كليبر الاثنين، وثوره القاهره الثانيه كان فيها كليبر. اذا في ثوره القاهره الاولى نابليون لما لقى الثوره امتدت للاقاليم قال لك بس، على طول استخدم القمع والارهاب واعدم الكثير من السائرين، ودخل الازهر طبعا بخيوله على طول. هجوم خير وسيله للدفاع. ماشي. طيب، كان طريق راس الرجاء الصالح قلنا يمثل خطوره طبعا. برضه سؤال بصيغه تانية على المصالح الفرنسيه خاصه بعد قيام الثوره، بسبب هل سيطره وتهديد القراصنه عليه؟ لا طبعا. خضوع لنفوذ القوى المنافسه؟ طبعا، اللي هي ممكن تكون انجلترا. ماشي. استحاله استخدام الوصول للهند؟ لا طبعا، اجابه غير صحيحه. والبرتغاليين طبعا ما كانش لهم دعوه بيه خالص. القوه المنافسه اللي هي طبعا مين؟ انجلترا. عشان كده نابليون فكر في الحمله الى مصر ونبتعد تماما عن طريق راس الرجاء الصالح. تمام. طيب، نابليون يدل إنشاء طبعا للمجمع العلمي في مصر، يرغب فيه يعلمنا العلوم الحديثة؟ أكيد لا طبعا. دراسة موارد مصر الاستفادة منها؟ ممكن. تدريب الأعيان على الشورى؟ طبعا ده عمل في الديوان العام. الاستفادة من تقدم العلوم المصرية؟ لا طبعا. إذا الإجابة دراسة الموارد
مصر الاستفادة منها. الكتاب قال لي كده: تقدم العلوم والمعارف في مصر ده هدفه من إنشاء المجمع العلمي دراسة المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية ونشرها. خلاص، موارد مصر مسائل طبيعية بقى زي نهر النيل، ممكن تكون الجبال، ممكن تكون أمور مثلا إنشاء الطواحين الهوائية في مصر والكلام ده كله. إذا دراسة موارد مصر للاستفادة منها. يعود سبب ارتفاع شأن التجار الأجانب في مصر إبان فترة الحكم العثماني. يعني قبل الحملة الفرنسية ما تيجي، التجار الأجانب كان شأنهم في مصر عالي، وذلك بسبب سياسات الدولة العثمانية. ممكن إن الدولة العثمانية شباب ادتهم امتيازات. هل تسامح التجار المصريين؟ لا طبعا، كان حالهم ضعيف. تطور وسائل النقل؟ لا طبعا. كذلك وجود قواعد عسكرية؟ لا طبعا، ما كانش في قواعد عسكرية أجنبية في ذلك الوقت. طيب، من خلال دراستك أجب: نالت مصر نصيبا وافرا من أفكار ومحاولات القوى الاستعمارية احتلالها في العصر الحديث، والتي بدأها أول واحد بدأ مين؟ نابليون بونابرت. خلي بالك، بقول لك نالت مصر نصيبا من أفكار ومحاولات. طبعا نابليون جه 1798 زي ما احنا عارفين. جيمولي ده كان مرة كده العدوان الثلاثي 1956. طبعا مستر ايدن ده مالناش دعوه خالص. اما لويس ال14 لما كان يهدف الى ضرب التجاره الهنديه التي كانت تمر طبعا من مصر. اذا اول فكره ومحاوله ايام لويس ال14 وهي ضرب التجاره الهنديه، لكن طبعا الفكره لم تنفذ زي ما احنا طبعا عارفين. السؤال اللي بعده سؤال 27 بيقول: بعد تحليل الحدث المشار اليه في الصوره التي امامك، حدد السفن التي تقوم بالمراقبه. لو كبرنا الصوره شويه، مكتوب كده احتلال الاسكندريه 1798. اذا واضح ده مين؟ نابليون. تمام. وطبعا وجم ودخلوا القاهره والكلام ده كله. السفن اللي واقفه مراقبه في البحر سفن من؟ اكيد طبعا ديت ملهاش دعوه ولا دول لهم دعوه ولا دي. طبعا القوات البريطانيه، الاسطول الانجليزي قائده طبعا ويلسون او نيلسون، يعني اللي هو طبعا كان جاي طبعا متتبع الحمله الفرنسيه. طيب، من اهداف المجمع العلمي الفرنسي دراسه المسائل التاريخيه ونشرها. مسائل تاريخيه طبعا زي اثار المصريين القدماء والحاجات دي كلها، ونشرها، وهو ما تحقق بالفعل بدليل. مساله تاريخيه دي مساله تاريخيه، دي مساله طبيعيه. طيب، دي مساله تاريخيه؟ ايوه طبعا. وطبعا والتفاهم مع شريف مكه طبعا دي مش مساله تاريخيه. السؤال اللي بعديه يبقى طبعا بس السؤال ده هو طبعا فكر رموز حجر رشيد طبعا، وده طبعا وصلنا الى تاريخ المصريين طبعا القدماء. قدرنا نقراه ونفهمه طبعا كويس. السؤال اللي بعديه بيقول: في ضوء دراستك استنتج اصرار فرنسا على احتلال الشمال الافريقي طبعا يعد استكمالا لاي من اهداف ارسالها الحمله الفرنسيه طبعا على مصر. طبعا فرنسا الحمله الفرنسيه طبعا فشلت ومشيت، وبعد كده طبعا جت خدت الجزائر زي ما احنا عارفين في الدروس اللي جايه. وطبعا الجزائر دي طبعا كانت جزء من مشروع فرنسي كبير، كانت ناويه فعلا فرنسا تسيطر على الشمال الافريقي طبعا كله. اللي عاوز اقوله، فرنسا لما جت سيطرت على الشمال الافريقي كان يعتبر احد اهداف الحمله الفرنسيه ايام نابليون، اللي هو هل تقويض الامبراطوريه الانجليزيه؟ لا، ما كانش في امبراطوريه انجليزيه في شمال افريقيا. هل اقامه امبراطوريه فرنسيه؟ ايوه طبعا ممكن تنافس الامبراطوريه الانجليزيه. هل تهديد راس رجاء الصالح؟ هتهدد راس رجاء الصالح من خلال الجزائر وشمال افريقيا؟ لا طبعا، ده بعيد تماما عنه. تاديب المماليك في مصر طبعا ملهاش علاقه طبعا بالسؤال. يبقى فعلا احنا قلنا زي ما قلنا في المحاضره، كان هدف نابليون من الحمله الفرنسيه بصوا لك تقويض الامبراطوريه الانجليزيه واقامه امبراطوريه فرنسيه. اذا الامبراطوريه ديت فعلا حبوا يعملوها طبعا في الشمال الافريقي، وكانت البدايه بتاعتها طبعا استعمار دوله الجزائر. تعرضت الحكومة الفرنسية لحصار اقتصادي. تمام. تقوده بريطانيا في أوروبا، وهو ما حدث الحملة الفرنسية في مصر أثناء فترة قيادة نابليون. مين اللي حاصر نابليون؟ أولا الثورة الفرنسية لما قامت دول أوروبا حاصرتها اقتصاديا، وعمل لها طبعا حرب وحلف زي ما احنا عارفين. نابليون هو موجود في مصر اتحاصر اقتصاديا. مين اللي حاصره؟ ينفع مراد بيك في الصعيد؟ لما منع وصول المراكب الشمال، او وجود مراد في الصعيد كان خطر على الملاحه. تمام. وعشان كده نابليون تحرك له، ولما هو رفض التسليم وحاربه نابليون انتصر طبعا عليه. عمر مكرم في القاهره لا ما حاصرش. محمد قريم ده اعدموه في اسكندريه. كذلك ابراهيم بيك في الشام ده مش اصلا ما حدش شافه تاني. يبقى الاجابه طبعا مراد في الصعيد لما منع او كان خطر على الملاحه طبعا في الصعيد.
أي من حكام فرنسا يسعى لتحقيق أهدافه الاستعمارية في مصر بأقل تكلفة ممكنة، مستغلا مشاكل الدولة العثمانية طبعا داخل مصر وخارجها. خلاص، أقل تكلفة. لويس ال14 ده كانت محاولة عشان يضرب التجارة الهولندية في مصر. لويس ال15 عرض على السلطان أن يتنازل عن مصر مقابل مبلغ طبعا من المال أكيد، وليس من خلال إرسال حملة عسكرية. الدولة العثمانية في الوقت ده كانت بتعاني من حركة علي بيك الكبير الاستقلالية في مصر، وكانت بتعاني أيضا كمان من حربها مع مين؟ مع روسيا. عشان كده قال لك داخل مصر وخارجها، وحب ينتهز هذه الظروف، لكن طبعا السلطان ما رضيش في ذلك الوقت. لويس السادس عشر لا يا باشا، ده كان عاوز يجيب حملة عسكرية عشان يسهل مرور التجارة إلى مصر، إلى الشرق يعني اللي هو الهند. نابليون بونابرت ده جيب فعلا وطبعا وحارب وخسر كتير، لكن بأقل تكلفة طبعا. لويس ال15 وحفظناها كتير، حب ياخد مصر بطريقة دبلوماسية زي ما احنا عارفين. وقد رفع لبنتس ده تقريره لحاكم فرنسا يقول فيه إنكم لن تهزموا الهولنديين. يعني سياسي فرنسي بيقول التقرير لحاكم فرنسا انتم مش هتقدروا تهزموا الهولنديين في عقر دارهم. هولندا طبعا تقع بجوار فرنسا في اوروبا، ولن تتخطى السدود المحيطه بدولتهم لكن مصر هي الميدان الذي يحقق لكم ما تريدون. واحد سياسي فرنسي بيقول للحاكم فرنسا هولندا مش هتقدروا عليها، هي جنبنا او جنبكم، مش هتقدروا عليها، الصح تجوا مصر. خلاص، ومن خلال مصر ديت هتقدروا تحققوا اللي انتم نفسكم فيه ضد طبعا دولة هولندا. يشير النص السابق طبعا لفترة حكم مين؟ طبعا بدون جدل لويس ال14 على طول. اما الباقي طبعا ده كله غير صحي طبعا زي ما احنا عارفين. طيب، السؤال اللي بعده بيقول ارتبطت طبعا طموحات قائد المماليك السياسية في المنطقة العربية خلال العقد السابع من القرن ال18. هو مين في العقد السابع؟ 1768. يبقى علي بيك الكبير. علي بيك الكبير طموحاته كان عاوز ارتبطت طموحاته تغيير الأوضاع السياسية في فرنسا، ولا اكتشاف طريقة اللي خلاه طمع في حكم مصر واستيلاء على بلاد الحجاز ويخلص من الدولة العثمانية ويطردها خالص. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ فقدان فرنسا مستعمراتها في الهند؟ لا طبعا. الصراعات بين تركيا اللي هي الدولة العثمانية وجيرانها اللي هي روسيا. انتوا عارفين استغل علي بيك الكبير فرصة حرب الدولة العثمانية مع روسيا، وكون جيش طبعا وطرد الدولة العثمانية زي ما احنا عارفين الى اخر حركة علي بيك الكبير. طيب، السؤال اللي بعديه بيقول بتحليل اهداف حكام فرنسا بشأن السيطرة على مصر قبل اندلاع الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية طبعا قامت 1789. هنتكلم عن مين؟ عن مثلا لويس ال14 وال15. اهداف حكام فرنسا بشأن السيطرة على مصر قبل اندلاع الثورة الفرنسية. يتضح لنا إدراكهم دور مصر في حركة التجارة العالمية. ممكن. لويس ال14 كان عاوز يضرب التجارة الهولندية التي كانت تمر من مصر. لويس ال15 عاوز ياخد مصر برضه أكيد عشان يسهل مرور التجارة إلى الشرق. وبرضه لويس 16 قبل ما الثورة تقوم عليه عشان برضه يسهل مرور التجارة الفرنسية إلى الشرق. أيوة ألف صح طبعا. الصراع الاستعماري في العالم الجديد؟ لا طبعا مالناش دعوة خالص. خطورة المماليك على حركة التجارة؟ طبعا ده أيام نابليون. إذا بعد الثورة الفرنسية مش قبل الثورة الفرنسية. الصدام بين فرنسا والدولة العثمانية طبعا ما حصلش صدام. أكدت النتائج النهائية لصلح طبعا العريش. اترفض. أيوة اترفض. ليه؟ إنجلترا اتدخلت. النتائج النهائية مهارات كليبر. النتائج النهائية لا طبعا. تخلي المماليك عن فكرة المقاومة؟ لا طبعا. رفض المسلمين وجود الفرنسي. النتائج النهائية ولا الدور الانجليزي؟ ايوه طبعا. كلكم عارفين انجلترا قالت لا في اتفاقيه العريش واشترطت استسلام طبعا مين؟ الفرنسيين، لكن كليبر رفض وبدا يطرد طبعا العثمانيون. الدروس المستفاده من فشل نابليون في اغضاء الصعيد تظهر اهميه وادي النيل، نهر النيل الاقتصادي. الدروس المستفاده من فشل نابليون في اغضاء الصعيد اللي هي الاربع اسباب: طول الوادي جنوبا، وجود تعاون من اهالي الصعيد والبقيه من جيش المماليك، وعبور قوة محدودة من الجزيرة العربية، وحرب المناوشات. تظهر دراسة ميدان، أهمية دراسة ميدان المعركة. نابليون كان يعرف عنه حاجة؟ لا خالص. اللي هي طول الوادي جنوبا طبعا. عقد التحالفات الخارجية ما حصلش تحالفات.
هم طبعا هم اللي جم مجيء جوه من الجزيره العربيه وعبروا البحر الاحمر، استخدام الاسلحه الحديثه ده كلها كانت حرب ومناوشات. إذا نابليون كان يجب عليه دراسة ميدان المعركة قبل ما تروح طبعا الصعيد، وتفاجئ نابليون طبعا إن حرب الصعيد صعبة جدا جدا بالنسبة له، لأن كان طبعا كلها مناوشات ومعارك متفرقة. كتب نابليون في أحد التقارير إن الأعمال التي تمت في مصر قد ضمنت للجمهورية امتلاك هذا القطر. بيقول اللي احنا عملناه يضمن لنا إن احنا ما نمشيش من مصر إلى الأبد. في ضوء دراستك استنتج. كتب نابليون التقرير السابق بعد أن استشار مين طبعا؟ مين الأعمال الجميلة اللي تمت في مصر؟ هتتم على ايد اعضاء الديوان العام، هتتم على ايد زعماء المماليك، هتتم على ايد علماء المجمع العلمي. ايوه طبعا اعضاء المجمع العلمي، كذلك شيوخ طوائف الحرف. لا طبعا اجابه غير صحيحه. طبعا المجمع العلمي اتعمل بقى في مصر جريده اقتصاديه وجريده طبعا سياسيه، ومنه طبعا عمل جريده تنبيه ومطبعه وكذا وكذا وكذا. اتعمل حاجات كتير في مصر يعني. هو عاوز يقول المصريين هيحبونا، واكيد طبعا هيرحبوا طبعا ببقائنا في مصر، مش هنمشي من مصر. ده كان فكره كده سريعه عن الاسئله اللي جت في النماذج الاسترشاديه على الحمله الفرنسيه. كده يبقى تمام. المحاضرة الأولى دي تمام. إن شاء الله ننتظر المحاضرة الثانية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.